السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المنشآت العالية، وهنتكلم عن هندسة الزلازل الإرثكويك انجينيرنج. mainly هنتكلم النهاردة عن السايزميك لود كالكوليشن، إزاي نحسب أحمال الزلازل. ولازم تاخد بالك وتعرف كويس قوي إن الزلزال مش بيتحرك في الإكس والواي بس، يعني مش هيقعد يتحرك في الاتجاه ده والاتجاه ده بس، ده هو بيتحرك في 3 دايمنشن، يعني بيبقى في الإكس في تشكل أثناء الوقت ما بيكون في الواي تشكل رايح جاي، وفي نفس الوقت في اتجاه الزد كمان تشكل. يعني المبنى مش بس بيتحرك في الاكس والواي، ده بيتحرك في الاكس ساعات لوحده والواي لوحده او الاتنين مع بعض في نفس الاتجاه، فهتلاقيه بيمشي في الاتجاه العرضي، مش لازم اكس وواي. تمام. وفي نفس الوقت المبنى نفسه بيتحرك لفوق ولتحت vertically، يعني الزلزال بيهشتك كده المبنى، تمام، بس باكسلريشن اقل شويه. اي زلزال في الدنيا بيعمل حركه معينه تعتمد على الزلزال نفسه واللي حصل اثناء الزلزال زي ما اتكلمنا قبل كده، واسباب الزلزال قبل كده. تمام. فنتيجه للحركات دي بيحصل اكسلريشن، لان الحركه دي بتبقى في زمن، في سرعه وباكسلريشن معينه. الاكسلريشن ديت بتؤدي الى وجود فورسز في المبنى نفسه، تمام، زي ما هنتكلم بعدين. الفورسز دي هتؤدي الى تشكل المبنى ده يبدا يتشكل سواء بشكل تورشن او في اتجاه اكس او في اتجاه واي، او في اتجاه اكس وواي وزد مع بعض في نفس الوقت، او بيطلع وينزل فيبقى احمال زياده على الاساس. بس الاكسلريشن اللي بتبقى في الاتجاه الرأسي عادة بتبقى أقل كتير من الاتجاه اكس والاتجاه واي. عشان كده بنهتم أكتر بالحاجة الأفقية، الحركة الأفقية في اتجاه اكس واي. عشان نفهم ليه الأكواد العالمية زي الكود الأوروبي والكود المصري والأكواد زي الاي سي اي وهكذا بيدخل variables معينة في الحسابات، لازم نبص على الكونسبت اوف انجينير earthquake engineering واحدة واحدة. منها مثلا قانون نيوتن، في حاجة اسمها الفاندمنتال بيريود اوف ذا بيلدينج او الناتشرال فريكونسي بتاعت المبنى، ازاي بنحسب الماس بتاعة المبنى ككل، في البيهيفير الالاستيك والنون لينير بتاع المبنى. هل يفضل ان مبنى يكون ستيف قوي ولا يبدا مبنى يتشكل ويحصل له شروخ مع الزلازل؟ ايه هي الحاجات اللي بتقاوم الزلازل اللي احنا بنسميها lateral load resisting systems؟ وايه اللي موجود في الكود المصري؟ في حاجة اسمها المناطق الزلزالية. مصر مثلا فيها منطقتين زلزاليتين هنتكلم عنهم. ازاي بنحسب الفورسز اللي موجودة على المبنى عن طريق حاجة اسمها ريسبونس سبيكترم، طيف التجاوب التصميمي او ديزاين ريسبونس سبيكترم. ايه تأثير انواع التربة على الحمل الزلزالي؟ هل التربة الطينية زي التربة الرملية وهكذا؟ ازاي تأثير المبنى بيأثر في الحمل التصميمي بتاعنا وهكذا. وبعد كده هنتكلم واحدة واحدة ازاي الكود المصري نفسه بيحسب الحسابات دي، وهو قريب جدا من الكود الأوروبي. يعني حتى لما بنيجي نشتغل في التابس او بنحط اي برامج بنبدا نحط فيها الاحمال ما فيهاش الكود المصري، عاده انا بستخدم الكود الاوروبي وببدا احط الفاريبلز بتاعته بحيث تبقى شبه الفاريبلز المصري. طيب الكونسبت اوف انجينيرنج ايرثكويك انجينيرنج او اساسيات هندسه الاساسات. اول كونسبت واهم كونسبت بتاعي الفورس بتاعت اي ماس متحركه نتيجه لقانون هوكس، قانون نيوتن، بتساوي الماس مضروبه في الاكسلريشن. تمام. الماس دي اللي هي كتله المبنى مش وزنه، كتله المبنى، والكتله دي زي ما اخدنا قبل كده تساوي الويت بتاع المبنى او وزنه مقسوم على الجي اللي هو عجله الجاذبيه الارضيه اللي هي 9.81. حلو. فانا بالنسبه لي، او احنا كنا بنقول كده الويت بتساوي الماس مضروبه في الجي، فبالنسبه لي الماس بتساوي الويت بتاع المبنى مقسوم على ال 9.81 اللي هو عجله الجاذبيه الارضيه. ده بالنسبه لي هي دي الماس. طب الاكسلريشن اللي بيتحرك بيها الزلزال، لان انا بالنسبه لي كمبنى حاجه ماس او ويت واقف في مكانه، نتيجه اللي انت الحركه اللي انت عملتها لي كزلزال عملت فيا اكسلريشن. حلو. الاكسلريشن دي هي اللي عملت القوه اللي موجوده في المبنى. تمام. لكن الزلزال اساسا كان هو حركه. حلو. او اكسلريشن معينه. اكمني انا كتلتي كبيره هيحصل عندي فورس كبيره، لو انا كتلتي صغيره هيحصل فورس فيا عبيطه. يعني مثلا لو منشآت خفيفه قوي، لو منشآت خشبيه او منشآت حاجه من ستكس او منشأ خفيف
ما بخافش قوي من الفورس اللي جاي من الزلزال. ليه؟ لان الماس قليله جدا. كلما كان المنشأ خفيف كلما الفورس اللي جت عليه اقل. حاجه كمان، عجله الجاذبيه الارضيه اللي جاي، العجله مش الجاذبيه، عجله الزلزال عامله ازاي هنحسبها؟ لا، دي بتعتمد على حاجه اسمها T1. ده اس اللي هو عجله الاكسلريشن بتاعت الديزاين، الريسبونس سبيكترم ديزاين اللي احنا كنا اتكلمنا عنه من شويه. بيعتمد ملي على الفاندامنتال بيريود بتاع المبنى، بنسميها T1، او البيريود اللي المبنى بيتحرك بيها، هنتكلم عنها كمان شويه. طيب خلينا نمسك اول حاجه البيلدينج ماس. الماس بتاعت المبنى اثناء الزلزال بتساوي وزن المبنى مقسوم على جي. طب وزن المبنى اللي هو ايه؟ الديد لود واللايف لود، صح؟ بس انا بالنسبه لي كمنشأ سكني مثلا، انا الديد لود كده كده موجود، فلازم اخده كله في الاعتبار. حلو. طيب بلس جزء من اللايف لود. ليه بتقول جزء من اللايف لود؟ لان مثلا انا لما باجي اصمم بلاطه او كاميرا او وات ايفر، بحط لايف لود بتساوي مثلا في المنشات السكنيه 2 كيلو نيوتن بالمتر سكوير. ده معناه ان كل متر في متر موجود فيه 200 كيلو جرام، يعني 2 تخان، 2 بني ادمين تخان في كل متر في متر. كل الامطار اللي موجوده في الدور كله، مش بس في الدور ده، في اللي بعده واللي بعده واللي بعده. يعني مثلا مبنى عندك لتسي 60 دور، هل كل متر مسطح متر في متر موجود فيه 200 كيلو جرام 2 تخان تقال موجودين؟ لا، مش منطقي. ده اثناء ما الزلزال بيضرب. فقال لك في الحاله دي في المنشآت السكنيه غالبا ده مش هيحصل. عشان كده بعمل ايه؟ باخد بس ربع الفلورز ان هي مليانه بالاثنين 200 كيلو جرام لكل متر مسطح، او حسب الكود، ده الكود المصري. تمام. طيب بالنسبه لو انا عندي مول، لو عندي مدرسه، لو عندي مثلا مباني اداريه او منشآت بتبقى موجود فيها بني ادمين بدرجه كبيره، يعني في اوقات معينه ممكن الزلزال يضرب في الوقت ده. في الحاله دي باخد نص اللايف لود، طب لو عندي خزان ميه او صومعه بيتحط فيها غله او اسمنت او وات ايفر، دي هتبقى اكيد مليانه موصلي على اخرها او قرب اخرها لما الزلزال يضرب، فباخد كل اللايف لود. ففي الحاله دي باخد الويت بتساوي الديد لود زائد جزء من اللايف لود. عاده في المنشات السكنيه اللي احنا عاده بنصممها الربع. لو منشأ زي المول، مدرسه، مستشفى او وات ايفر، او منشأ اداري بناخد نص. لو تانك او سايلو او حاجه مليانه طول الوقت زي مكتبه بتبقى احمالها مكتبه بتاعت الكتب، موجود الكتب معظم الوقت، وبالتالي ناخد اللايف لود كله. حلو. طيب تعال نروح للحاجه اسمها الفاندمنتال بيريد اوف ذا بيلدينج، يعني الزمن الطول الموجي للمبنى. يعني من الاخر لو مبنى بيتحرك يمين شمال يمين شمال، من اقصى اليمين لغايه يمشي اقصى الشمال، وبعد كده يرجع تاني لاقصى اليمين، اللي هو مثلا لو اعتبرنا ان المبنى بيتحرك كده كده. هل اقصى اليمين بعد كده اقصى الشمال بعد كده اقصى اليمين، ده الحركه بتاعته. الحركه دي اتعملت في كام ثانيه؟ عملت في مثلا 0.1 سكند. هو ده زمن الطول الموجي، هو ده الفاندمنتال بيريود بتاعت المبنى. ده بيساوي طبقا لحاجه اسمها structure dynamics بتساوي 2 باي مضروبه في جذر كتله المبنى مقسومه على الستيفنس. يعني كلما الستيفنس بتاعت المبنى بقت اضعف، كلما كان ضعيف المبنى، الاعمده بتاعته قطاعها صغير، الستيفنس بتاعتها زي المبنى ده، لو كمان الاعمده دي بقت اضعف، الستيفنس بتاعتها اضعف، كلما كان بيحتاج وقت طويل قوي عشان يروح ويجي. حلو. كلما كانت الاعمده دي كبيره جدا، قطاعها كبير جدا، صعب قوي تحركه، فبالتالي كانك مسكت عمود ستيل كده وخبطته، هتلاقي فايبريشن فيه عاليه، فبياخد وقت صغير قوي عشان يبدا يعمل دوره الحركه بتاعته، والحركه بتاعته غالبا هتبقى اصغر. حلو. طب الماس، تخيل كده ان انت عندك خرزانه او بوصه وحطيت في اخرها، في اخر حته فيها بطيخه، وبدات تحركها يمين وشمال. تخيل البوصه دي عشان تروح وتيجي هتاخد وقت كبير جدا، لان الماس فوق، فالزمن الطول الموجي او الفاندمنتال بيريود عشان يتحرك يعمل دوره كامله هتبقى كبيره. تمام. طب لو الماس صغيره، نفس الخرزانه عشان تتحرك يمين وشمال هتلاقيها مشت اسرع بكتير، فالبريود بتاعتي بتبقى اصغر. بالنسبه للمباني السكنيه، انا مش هقعد احل مساله
داينامكس اوف ماتيريال، داينامكس سوري، عشان اوف ستراكشرز، عشان اقعد احل التي ديت، لان دي مساله مش سهله. لو انا عندي برنامج في تابس او ساب او كده، هو ممكن يحسب لي الزمن الموجي ده للمبنى في اتجاه اكس، وزمن المبنى في اتجاه واي، وزمن المبنى في اتجاه التورشن، وهكذا، وابدا استخدمها بعد كده بدقه في حساباتي. لكن لو انا عايز احسب حسابات باي هاند كالكوليشن، ببدا اخد فرض ان الفاندمنتال بيريود بتاعت المبنى او البيريود بتاعت المبنى بتساوي كونستانت، يعني عامل ثابت، مضروب في ارتفاع المبنى الكلي من فوق خالص لغايه القاعده، لغايه وش القاعده، in the power of 0.75. يعني مثلا لو عندي مبنى ارضي و9 ادوار، يعني 10 بلاطات، مثلا ارتفاع الدور مثلا ثابت 3 متر، يبقى 10 في 3 ب 30 متر، يبقى 30 in the power of 0.75. طب لو الدور الارضي مثلا ارتفاعه كبير شويه، عاده ده اللي بيحصل 4 متر ونص، يبقى 9 في 3 زائد 4 متر ونص. وكمان لو انا عندي دافن القواعد بتاعتي في الارض مثلا متر مثلا زياده، ازود 1 متر، وبعدين ذا باور اوف 0.75 مضروب في الكونستنت. طب الكونستنت ده بيساوي ايه؟ لو المبنى بتاعي بلاطات سوري اعمده وكمرات، تمام، وماسكين في بعض بيقاوموا الزلازل، بنسميها المومنت ريزيستنج فريم، يعني فريم اللي كنت بتاخده في الاستراكشر ده بيقاوم القوى الافقيه بتاعت الزلازل، الحاله دي باخد 0.75. طب لو عندي شير وول، عندي حيطه عريضه بحاول اقاوم بيها الزلازل، او عندي اي سيستم تاني، في الحاله دي باخد 0.005 مضروبه في الارتفاع مثلا حاجه و30 متر، اذا بارك 0.75 يديني الفاندمنتال بيريود بتاعت المبنى. في حاجه اسمها ناتشرال فريكوانسي. ايه الفريكوانسي ده؟ الفريكوانسي اللي هو مثلا عندي في الثانيه الواحده بعمل كام لفه، بروح يمين خالص، شمال خالص، يمين خالص، شمال خالص، يمين خالص، شمال خالص في الثانيه، اعد عدد الدورات ديت، الاقي مثلا ان هو عمل 3 دورات او دورتين. حلو. وليكن مثلا ناتشرال بيريود، الزمن الموجي اللي انا محتاجه، او في فاندامنتال بيريود مثلا نص ثانيه، يبقى الفريكوانسي كام؟ عمل كام لفه في الثانيه؟ عمل لفتين، يبقى انا عندي 2، البريشر فريكوانسي 2 اللي هي 1 اوفر تي، يبقى الدبليو بيسموها دبليو بتساوي 1 اوفر تي اللي هو الفريكوانسي بتساوي. نيجي بقى للحاجه اللي ملخبطه معظم المهندسين، اللي هي انا دلوقتي بالنسبه لي عندي زلزال، عايز اصمم لزلزال قوي. هل اقوي المبنى بتاعي جدا، اخلي الاعمده بتاعتي كبيره والشير وولز كبيره بحيث ان هو يقاوم هذا الزلزال؟ يعني اعمل مبنى اسمه مبنى جاسئ، مبنى قوي جدا وقطاعاته كبيره، ولا اخلي المبنى بتاعي ضعيف فيتحرك مع زلزال؟ طب ما يتحرك مع زلزال حركه كبيره هيبدا يشرخ، هيبدا يحصل فيه ان الحديد هيوصل لليلد، وهيبدا يحصل تشكلات كبيره في المبنى. قال لك الافضل بالنسبه لي كزلزال ان المنشأ بتاعي يتحرك معايا بسهوله، ويبقى داكتايل عنده منطوليه كافيه، ويحصل فيه شروخ كويسه وظاهره كمان مفيش مشكله، وتتفتح وتفتح بقها الشروخ كده اثناء الزلزال، بس تضمن لي ان المبنى ده ما يقعش. يعني ما ينفعش اثناء ما هو بيبقى بيتحرك كده يقع. طيب ايه الفكره؟ ايه يعني ليه النون لينير اكشن، او ان هو يحصل تشريخ او يحصل حركه بعد اليلدنج افضل؟ لان خلينا نقول كده اكزامبل كده مخل شويه معلش. تخيل كده ان في واحد انت هتضربه بالبوكس، حلو، فعندك 2 بني ادمين، واحد وحش زي اللي بيطلع في السينما كده، عملاق كده كبير جاسئ، مبنى اعمدته كبيره ورجليه قويه وجسمه كبير، فتروح ضربه بالبوكس تخبط في جسمه وياخد يستقبل الفورس كلها، تمام تمام، وما يتحركش. المبنى ده عشان اعمله بالطريقه دي اللي هو الجاسئ ده لازم ادفع فيه فلوس كتير قوي، هدفع فلوس كتير في الاعمده، هبدا فلوس كتير في المنشأ كله عشان يبقى قوي للدرجه دي. هل وفي مشكله انه اخد قوه الزلزال كلها مره واحده. تعال نبص الناحيه التانيه، ممكن يبقى واحد شكله عادي، بني ادم عادي، بس لما جيت اضربه البوكس ده بدا يتحرك زي محمد علي كلاي كده، بدا يتحرك ويتفادى هذه الفورس. فلو جت في فورس، جت في مثلا بدل ما بضرب مثلا ب 100 كيلو نيوتن، اخد بس 1 كيلو نيوتن، 10 كيلو نيوتن، اخد جزء بسيط من الايه، من هذه الفورس، وبدا يتحرك معايا. فحركه المبنى مع الزلزال كأنه بالظبط بيتفادى الفورس اللي جايه له من الزلزال.
لان الفورس اساسا هي حركه. حلو. فلو هو بيتحرك مع الحركه بدأ يضيع جزء من الاكشن اللي جايه من الزلزال. لو بصينا على على الحمل، لو رسمناه مع الديفورميشن، يعني لو انا عملت الحركه الفورس اللي بتيجي على المبنى مع الديفورميشن اللي بتحصل في المبنى. الفرق ما بين الالاستيك والنون لينير بيهيفير، الالاستيك ان المبنى نفسه الستيفنس بتاعته عاليه جدا لدرجه ان هو ما بيشرخش وما بيحصلوش تشكل عالي، فبيفضل خطي لغايه ما يحصل انهيار. وقد يحدث عند بوينت معينه يحصل حاجه اسمها ييلدنج. ييلدنج على النقطه ديت مثلا يحصل ان الحديد يحصل له ييلد، وهيبقى بالتالي يبدأ يحصل تشكل زي ما شرحنا قبل كده في أساسيات الخرسانة وهكذا. يبدأ يحصل تشكل كبير في الحديد ويحصل شروخ كبيرة في القطاع، فيبدأ يحصل تشكل عالي. ده الفرق، ده معنى اللينير أو إلاستيك أكشن اللي هو الخط الأحمر ده، ونون لينير أكشن اللي هو البيهيفير اللي هو الخط الأخضر اللي أنت شايفه ده. فده مبنى جاسئ قوي، وده مبنى وده مبنى نون لينير. لو انا الزلزال بيعمل حركه معينه، خلينا نبص على الكيرف اللي بعده. لو انا المبنى بتاعي زي ما انت شايف كده في كتله وفي ستيفنس، ده بيمثل المبنى. لو هو الاستيك هيبدا عشان يوصل لحركه معينه قدرها مثلا سي اللي هي الحركه بتاعت المبنى، هيمشي الاستيك بستيفنس معينه لغايه ما يوصل لحمل كبير جدا. حلو. طب لو هو مبنى نون لينير هيبدأ يتشكل بدرجة كبيرة لما يتشكل مع زلزال، عشان يوصل لنفس الديسبليسمنت هيبدأ يوصل لغاية نقطة معينة هنا في المكان ده، هيبدأ يحصل له ييلدنج، وبعد كده يبدأ يخستك شوية معايا ويروح لغاية يتشكل خالص لغاية ما يوصل لنفس الديفورميشن بتاعت الزلزال، وبعد كده يبدأ يرجع تاني ويروح ويجي وهكذا في الزلزال. طب معنى كده ان الفورس بقت اللي هو اللي اتعرض ليها المبنى اقل بكتير من الفورس لما كان الاستيك، وده الاساس، ده الفكره كلها. لو رسمنا الاثنين مع بعض، الخط الاحمر ده بيمثل النون لينير. انا عايز اوصل لدلتا ام اللي هو بتاعت الزلزال، الحركه بتاعت الزلزال. حلو. فانا يا اما اوصل لها وانا الاستيك، الستيفنس بتاعتي قويه جدا جاسئ جدا، فاشيل الفورس كلها بتاعت الزلزال وانا عامل فيها سبع البرومبا، او ان انا اتشكل مع الزلزال وياخد حته صغيره من الايه، من الفورس. يعني لو الفورس بتاعت الزلزال 100 كيلو نيوتن، انا هاخد منها 10. ففي حاجه اسمها ريدكشن فاكتور اللي هي الار، ده بيساوي النسبه ما بين الدلتا اليلدنج، بنسميها اليلدنج اللي هي عاده بتبقى في المكان اللي بيحصل فيه يلدنج في المبنى نفسه او في الحديد بتاع العضو نفسه، الاعضاء لو احنا بنتكلم عن عضو معين، اليلدنج اللي بيحصل في الحديد، او بنسميه لما بيحصل حاجه اسمها بلاستيك هنج في المبنى او في الجوينتس بتاعت المبنى، وبيبدا يحصل تشكل، فبوصل لنفس الدلتا ام اللي هي عند هذا الزلزال. فالفرق ما بين ده وده، او النسبه ما بين ده وده، الدلتا ام على الدلتا واي، المثلث لو عملنا تشابه مثلثات، المثلث ده مع المثلث الصغير ده، الدلتا ام على الدلتا واي هتساوي الفورس الكبيره اللي هي الفورس الالاستيك مقسومه على الفورس الايه النون لينير. حلو. بنسميها النون لينير اكشن. حلو. فالنسبه بين الاثنين بنسميها الريدكشن فاكتور، او بنسميها فورس ريدكشن فاكتور، او بنسميها ريسبونس موديفيكيشن فاكتور. هو النسبه ما بين التو فورسز. ماشي. وبالتالي لو انا عملت منشأ دكتايل، نتيجة لنفس التشكل، انا اقدر اخفض الفورس الالاستيك بنسبة اسمها ار، ريدكشن فاكتور. ريدكشن فاكتور عشان ده تبقى متخيل، لو انا عندي دكتايل فريم اعملها بكاميرات دكتايل بتتحرك يمين وشمال بسهولة، عاملة زي محمد علي كلاي، الريدكشن فاكتور ده هيبقى 7. يبقى الفورس اللي هشيلها سبع الفورس اللي جاية من الزلزال، لك ان تتخيل. طب لو انا الشير وول ستيف شويه، فانا مش دكتايل قوي. في الحاله ان انا يعني شير وول بس مش عافي قوي، في الحاله دي باخد الرمز ده مثلا ب5. طب لو الشير وول ده عافي وما بيتحركش بسهوله، ممكن يبقى 2.5، يبقى ارقام اقل بكتير. تمام. طب ايه الرقم ده لما بيقل بيحصل ايه؟ بيحصل ان انا بشيل الفورس كلها، بيحصل ان الخط ده اللي انت شايفه ده بيبقى فوق، فانا شايل كل الفورس اللي جايه من الزلزال.
كاني الاستيك، كاني عامل سبع البرومبا، وانا ممكن ما اكونش سبع البرومبا ولا حاجه ويحصل لي فيلير. حلو. فكلما عملت حسابي ان هو يعمل دكتيليتي كلما كان افضل. عشان كده في حديد اسمه حديد مطيل، اللي هو زي حديد عز مثلا، اللي هو 500 دي دبليو ار. الدي، الرمز الدي ده بيؤدي الى دكتيليتي، يعمل لك حاجه اسمها دكتيليتي، لان الدكتيليتي ده لازم يكون بيعمل استطاله كبيره في الحديد قبل الانهيار، وفي نفس الوقت النسبه ما بين الستريس بتاع الالتيميت بتاع الحديد الى الستريس بتاع اليلد ما يقلش عن 25%، فيحقق لي الدكتيليتي ده في الزلزال. لو كان الحديد مش دكتايل، اللي هو الرمز سي، اللي هو نوت دكتايل، في الحاله دي ما يقدرش يعمل الحركه دي، هيشتغل الاستيك لغايه ما يحصل له فيلير. طيب، ايه اللاترال لود ريزيستنج سيستم، او بمعنى باللغه العربيه ايه السيستمز اللي مقاومه للزلازل؟ لما عاوز اقاوم، لو عايز اخلي المبنى بتاعي مقاوم للزلازل، في اول حاجه مومنت ريزيستنج فريم. مومنت ريزيستنج فريم يعني المبنى نفسه اللي فيه الاعمده والكاميرات، بصمم المبنى نفسه كفريم، يعني الكاميرا مع العمود اصممها كفريم. فكان زمان مثلا حاجه زي كده، عزم بوزيتيف، عزم نيجاتيف، هنا عزم بوزيتيف كجرافيتي فورسز. لكن لما بحط بقى احمال الزلازل قوه افقيه، بلاقي ان هو بقى حاجه شبه المثلثات كده، يمين مثلا لو القوه رايحه يمين، او لو رايحه شمال يبقى عزم عكسي، وهكذا. فالمومنتس دي ابدا اجمعها على الجرافيتي فورسز، وابدا اصمم الاليمنتس ديت على احمال الجرافيتي زائد احمال الزلازل، بس بصمم المنشأ كله كفريم. لو انا هعمل الديزاين ده، او هعمل الشغل بتاع الاستراكشر على الساب او الايتابس او كده، هبدا احط له حاجه اسمها لود كومباينيشنز، يعني احط الاحمال بتاعت الجرافيتي مع الاحمال بتاعت الزلازل يتجمعوا على بعض، يدي لي المومنت والشير والنورمال فورس، ابدا اخد القطاعات دي وابدا اصمم. ممكن برضو يبقى شير وولز. شير وولز يعني في البلان، بدل ما الاعمده بتاعتي الطول الى العرض بتاعها زي ما قلنا في الكود المصري اقل من 5، لما يكون طول الاليمنت على العرض بتاعه اكتر من 5 بنسميه شير وول، او بنسميها وولز عامه. لما بنصممها ان هي تشيل الزلازل بنسميها شير وول، لان بتشيل الشير. لو اخدت بالك، قد تكون الشير وولز ديت في اتجاه واي، قد تكون في اتجاه اكس. يفضل دايما يا باشمهندس وانت بتعمل التوزيع بتاعت الاعمده والشير وولز بتاعتك، يبقى الشير وولز في اتجاه الاكس مثلا في السي جي بتاع المبنى، الشير وولز في اتجاه واي في السي جي بتاع المبنى. فالمبنى بتاعك ده زي ما هنعرف بعدين ما يبداش يلف معاك اثناء الزلازل، لان اثناء الزلازل هيحصل مشاكل تانية. في حاجه اسمها البريزد فريمز، ان انت تعمل للفريم نفسه، الفريم اللي هو فيه الاعمده والكاميرات، تعمل ما بينه بريسنج. زي ما انت شايف البريسنج بتاع الستيل، ما ممكن تعمله بالخرسانه او ممكن تعمله بالستيل ايا كان، فبتمسك الجوينتس اللي موجوده ديت وبتمنعها من الحركه الافقيه، وبيبقى في نورمال فورس كبيره جدا هنا، سواء كومبريشن او تنشن في الاليمنتس ديت. عشان كده ساعات بنعملها ستيل فعلا. في الشير كور، او بدل الشير وول، لو عملت الشير وول بتاعك على هيئه حرف سي، حطيت جواه مثلا الاسانسير، او على هيئه حرف اي مقلوب مثلا، او اي هنا عشان هما اتنين اسانسير، يبقى برضو شير وول محترم. الاستاتنس بتاعت الشير كور اعلى بكتير من الاستاتنس بتاعت الشير وول. يعني انا لو عندي اليمنت كده واليمنت كده واليمنت كده مفصولين عن بعض، الاستاتنس بتاعتهم اقل بمراحل، بواحد على 10 على الاقل، من اما يكون سي كونكتد مع بعضه. فالكور ده بيبقى الاستاتنس بتاعته عاليه جدا، بس لازم تعمل حسابك ان الفاونديشن اللي هتشيل الكور ده تقدر تشيل العزم الكبير جدا اللي هينتج من الزلازل زي ما هنعرف بعدين. في حاجه اسمها الداول سيستم، وده ساعات كتير بنستعمله في المنشآت بتاعتنا بالذات في مصر، ان انت يبقى الفريم بتاعك يشيل جزء من المومنت، والشير وول يشيل جزء من المومنت. معظم الناس اللي بتصمم هنا في مصر باستخدام الايتابس بيبقى حاطط القطاعات بتاعت الاعمده، تمام، والكاميرات بتاعتها لو هي بالذات لو هي مبنى كاميري او بلاطات كاميريه، سوري، تمام، وحاطط الشير وول وحاطط الموديل، حاطط كله مع بعض. ففي الحاله دي ال 3 دي ستراكشر بيشتغلوا مع بعض، فده اسمه داول سيستم. حلو. لو انا اهملت ان ال الاعمده بتشيل الشير وحطيت كل الفورس على الشير وول، في الحاله دي انا او الكورز بنبدا نشتغل كسيستم كور او كسيستم شير وول.
لو عملت حساب ان الاثنين شغالين مع بعض لازم اشتغل كجراول سيستم، وده بالنسبه للكود المصري ليه اختلاف عن الشير وول وهكذا. ممكن اشتغل بريسنج ممكن اشتغل كومباينيشن ما بين السيستمز وبعض، يعني يبقى في جزء شغال كفريمنج، في جزء شغال كبريسنج، في جزء شغال ككور وهكذا، ويشتغلوا مع بعض كداول سيستم من انظمه كتير مختلفه عن بعض. في حاجه اسمها تيوب ستراكشرز، ودي موجوده بالذات في نيويورك. انا شفتها لما كنت رحت نيويورك، شفتها في المبنى اللي انت شايفه ده. ان انت عندك اعمده وكاميرات بس قريبين من بعض قوي، عامله لي كاني عامل المبنى ده تيوب بيشتغلوا كلهم مع بعض. مش لازم تيوب دائري، يعني عامل زي كلوزد سيكشن كده، بيشتغل يشيل تورشن كويس جدا وبيشيل مومنت كويس جدا. عيبه الاساسي ان المسافات ما بين الاعمده بقت قريبه. تخيل بص شكل المدخل بتاع المبنى بقى فيه مشكله. تمام. وممكن تشغل معاه البريسنج سيستم زي ما احنا اتفقنا قبل كده. والتيوب ديت عاده بيبقى الاستراكشر الخارجي، لان التيوب زي ما انت عارف الجزء الخارجي هو اللي شايل الزلازل كويس جدا. والجزء الخارجي كلما كان هو الخارجي هو اللي شايل الزلازل، كلما شال تورشن اعلى، لان المسافه من السي جي بتبقى ابعد، وبالتالي يقدر يشيل تورشن اكبر. تمام. فالتيوب ستراكشر بيبقى ظريف جدا، وببدا اعمل كاميرات داخليه وابدا احمل عليه البلاطات وهكذا. تمام. وفي انواع كتير من التيوبس، وفي انواع بتبقى تيوب داخلي وتيوب خارجي برضه. بالنسبه للكود المصري، الكود المصري بيقيم النظام الإنشائي للمقاومة لأحمال الزلازل على حاجتين. في نظام إنشائي لنقل الأحمال الرأسية، ونظام إنشائي مقاومة الأحمال الجانبية. يعني قصده إيه؟ أنا ممكن أعمل حسابي إن الأعمدة شايلة الجرافيتي فورسز، تمام، هي والوولز أو الشير وولز أيا كان، وأنا عامل حسابي إن أنا هشيل بس بالشير وول الزلازل. فده نظام انشائي مختلف عن النظام الانشائي، لدرجه انا كان في وانا بشتغل في كندا كان في برامج زي برنامج ريزا وبرامج تانية، وانا بعمل تعريف للكولم بقول له اعمل حسابك ان ده اسمه جرافتي كولم او جرافتي وول، ده بيشيل جرافتي بس، ما تعملش حسابه في الزلازل. لما كنت اجي اعمل الاناليسيس بتاعت الزلازل كان بيهمل خالص وجود العمود ده كزلازل كاحمال افقيه. نفس الكلام ممكن تعمله في الساب وتعمله في الاتابس عن طريق انك تعمل موديفيكيشنز في الاليمنتس ان هو ما يبداش يشيل شير او مومنتس او كده. وده طبعا بيلخبط شويه في الاستراكشر لو انت هتعمل الاناليسيس بتاعت الجرافيتي والهوريزونتال فورسز ات ذا سيم تايم. لا، اعمل الجرافيتي بتاعتك، وبعد كده وانت بتعمل الزلازل ممكن تبدا تهمل الاجزاء الثانيه. ماشي. فاعملها على مرتين لو انت تشتغل في الاتابس والسيف، او ده نصيحتي يعني. يعتمد بقى الريدكشن فاكتور، فاكرين احنا اتكلمنا عليه اللي هو اسمه ار، او اللود ريدكشن فاكتور او الموديفيكيشن ريدكشن فاكتور. ده بيعتمد مينلي على النظام بتاعي. كلما كان النظام بتاعي فلكسبل كلما كان الار ريشيو اعلى زي ما اتفقنا. ففي اول نوع بالنسبه للكود المصري هو بيقول كده في التيبل اسمه بيرنج وول سيستم، يعني انا بشيل البلاطات بتاعتي على حوائط. تمام. او بسميها الحوائط الحامله، ان البلاطات بتاعتي متشاله اصلا على الحوائط. فاغلب الحمل الراسي بينتقل عن طريق الحوائط الحامله، وبيعتمد على حوائط القص في مقاومه القوه العرضيه الكليه. تمام. فانا في الاتجاه ده عندي ده الحوائط بتشيل القوه الافقيه، في الاتجاه ده الحوائط الراسيه دي بتشيل القوه في اتجاه واي، وفي نفس الوقت بعتمد عليها في ان هي تشيل الاحمال الراسيه. نيجي للسيستم التاني. هو انا بصراحه انا ليه مصنفها lateral load resisting system according to the Egyptian code؟ لان المسميات دي الكود بيستخدمها بعد كده في التيبلز. تمام. فلو انت مش فاهم معناها، انا بحاول افسرها لك، مش هتعرف تستخدم التيبل بطريقه صح. يعني هو لما بيقول اطارات فراغيه بسيطه، يعني ايه اطارات فراغيه بسيطه؟ يعني قصده ان انت عامل فريمز، بس انت عامل فريمز عشان تشيل بيها الجرافيتي. تمام. مش عامل حسابك ان هي هتشيل الزلازل، مش عامل حسابك ان هي هتشيل قوه افقيه. امال مين اللي هيشيل القوه الافقيه؟ اللي يشيل القوه الافقيه دي هي حوائط القص واطارات مزوده بشكلات او وات ايفر اللي انت هتعمله.
تعمل الهوشكلات اللي هي البريسنج يعني، تمام. او حوائط قص تشيل في اتجاه الاكس وتشيل في اتجاه الواي، تمام. ده وده هيشيل الزلازل. اما الاحمال الكمرات والاعمده والبلاطات طبعا هيبدا يشيل الجرافيتي فورسز. ده معنى اطارات فراغيه بسيطه. طيب ممكن برضه لما يقول باللغه العربيه اطارات فراغيه مقاومه للزلازل، يعني فريمز او مومنت ريزيستنج فريمز. المومنت ريزيستنج فريمز يعني الفريم اللي هو عامله عن طريق الاعمده والكمرات هو معمول حسابه انه هيشيل الجرافيتي، وده الطبيعي اللي احنا كنا بنشتغل مثلا فيه في ثالثه مدني، تمام. وكمان لما احط القوه الافقيه بتاعت الزلازل عليها هيبدا يشيل الزلازل ويعمل مومنتس في الاعمده ويعمل مومنت في الكمرات وهكذا. فلازم بصمم على الاحمال دي والاحمال دي مع بعض على الفريم. والفريم في الحاله دي بينقسم الى نوعين: limited ductile frames و enough ductile frame. وده بيعتمد على ازاي بنفذ او بصمم الفريم بتاعي، تمام. في بقى السيستم اللي هو مخلط الحاجات مع بعضها، ان هو يحط اطارات فريمز معاه، ويحط كمان شير ووز او كورز حتى شغالين مع بعض، بنسميه نظام الداول سيستم او النظام المركب. هو مركب من اطارات فراغيه مقاومه للزلازل اللي هو مومنت ريزيستنج فريمز، وكمان شير وولز. وقد تكون الوولز ديت قد تكون فيها بريسنج كمان ممسوكه بالفريمز، سوري، ممسوكه ببريسنج. وقد يكون ان انت ماسكها ب ان انت عامل تيوب، يعني حاجه زي كده، تيوب خارجي. فهي يتم لو قرينا بالنسبه للكود المصري، ويتم تصميم النظام طبقا لما يلي: الاطارات وحوائط القص او الاطارات المزوده بشكلات تقاوم مشاركه بينها القوى العرضيه الكليه، وذلك طبقا لجزاءاتها النسبيه. يعني ايه؟ يعني الفريم بيشيل حبه والشير وولز بيشيل حبه، تعتمد على الجساءه بتاعه الاطار، الاستفنس الكليه اللي بنسميها الايه، التوتال انرشيا بتاعتها او التوتال ستيفنس بتاعتها، تمام، او الجلوبال ستيفنس ماتريكس بتاعتها. ودي الجلوبال ستيفنس ماتريكس بالنسبه للبرنامج طبعا، كلما دي كانت اكبر من دي كلما دي اخذت مثلا 60% من الزلزال، ده اخذ مثلا 40% من الزلزال. فكل واحد الجساءه بتاعته او الستيفنس بتاعته بتحكم هو بيشيل قد ايه، تمام. وبنعمل حسابنا ان حوائط القص او الاطارات المزوده بشكلات لو عندك بريسنج بتقاوم الفورس كلها لوحدها. ودي حاجه يعني عليها كويتشن مارك بالنسبه للكود المصري. يعني انا حاطط شير وولز وحاطط اطارات مع بعض وعامل حساب ان هما الاثنين شغالين مع بعض، هروح كمان اعمل حساب ان الشير وولز تشيل الفورس كلها لوحدها. بس طبعا في نقطتين كده يعني ليها تكمله. وتالت حاجه ان الاطارات المقاومه للزلزال تشيل 25% على الاقل من القوه العرضيه. يعني لازم تعمل حسابك حتى لو هو شايل بس 20% نتيجة للجساءة، لا أصممه إن هو شايل 25%. وحتى لو حوض القص شايلة 60% بس، لا أعمل حساب إن هي تشيل 100%. وطبعا في بريكوشنز معينة تانية، بس أنا مش حابب ده. طب المصريين عادة في الديزاين بيعملوا إيه؟ بيعملوا الأولانية دي بس، لأن هو بيحط السيستم كله على التابس مثلا، وبيعتبر إن كله شغال مع كله، ويبدأ يصمم الأعمدة إن هي شايلة الزلازل والشير وولز زي شايلة الزلازل، ويعمل حساباته بحيث تطلع سيف إن شاء الله. ادي بقى بقول لك الجدول الكارثه. الجدول ده معظم الناس، مش معظم الناس يعني، خلينا نقول 70% على الاقل من الناس مش فاهماه، تمام. فطبقا للنظام الانشائي بيعتمد عليه قيمه الار زي ما اتفقنا، اللي هو الريدكشن فاكتور، او معامل بالعربي معامل تعديل ردود الافعال، اللي هو النسبه ما بين الفورس الالاستيك والفورس النون لينير. حلو. اللي انا خفضتها عن طريق المنطوليه. فكلما المنشئ كان مطيل ان هو بيتحرك مع الزلزال وبيفادي شغال محمد علي كلاي، تمام، كلما زي مثلا اطار زي ما قلت لي عليه تلاقي 7. طب اطار ليميتد داكتايل يبقى 5. طب شير وول من الخرسانه المسلحه 5. طب شير وول بس من المباني المسلحه دي في ده مباني مسلحه معناها الطوب، بس الطوب فيه تسليح، الطوب المفرغ اللي انتوا بتشوفوه ده بحط جواه تسليح واصب خرسانه في حتت كل مسافه، اعمل حاجه شبه العمود كده واحط فيها تسليح. ساعات بحط تسليح عرضي كمان، بس مش وقته في الكلام. 4.5. في اطارات مزوده بشكلات اللي هو البريسنج، تمام، ان انت عامل فريم بس فيه بريسنج. زي ما انت عارف البريسنج دايما زي ما اخدت في الستيل بيقلل الديسبيسمنت،
تمام. فالريدكشن فاكتور بتاعه مش هيبقى كبير، هيبقى في حدود 4.5. طب لو انا عندي حوايط شير وولز بس هي اللي شايله الجرافيتي فورس وهي اللي شايله الزلازل، في الحاله دي بتبقى شبه يعني بنشوفها اكتر في البريكاست كونكريت. تمام. بنشوفها كتير قوي في البريكاست كونكريت. فلو حوايط قص من الخرسانه بتلاقي الستيفنس بتاعتها منها عاليه قوي، فبتبقى 4.5، التشكل بيبقى اقل. حوايط برضو قص من المباني المسلحه 3.5. حوايط قص من المباني غير مسلحه لو انت عندك طوب بس طوب قوي مش ضعيف بس ما فيهوش تسليح، في الحاله دي بنعمل ريدكشن فاكتور 2. لان طبعا في المباني في الحوايط الحامله دي شبه الحوايط الحامله ان هو بيحمل على الطوب نفسه الجرافتي البلاطات وبيقاوم برضو بيها الزلازل. فالريدكشن فاكتور بيبقى المنشأ ده ستيف جدا ما فيهوش تشكل قد كده، فالريدكشن فاكتور اخره 2. ده ممكن يبقى 1 كمان لو الدنيا مش احسن حاجه. طيب النظام المركب اللي هو عندك اطارات مطيله وعندك شير وولز مع بعض، في الحاله دي لو انت عندك اناف داكتايل فريمز بيبقى 6، لو ليميتد داكتايل فريم بيبقى 5، وهنتكلم عن الليميتد والاناف بعدين. طيب في الابراج الشبكيه اللي هو البرج بس عامل كده ماتريكس مع بعضه وبيشتغل مع بعضه، في الحاله ريدكشن فاكتور ب3. طب المآذن والصوامع والحاجات اللي هي بتبقى سوليد عامله كور كده دايره او عامله مسدس او مسمن او كده، اكمنها بتبقى رفيعه وطويله، فبيبقى فيها ريدكشن، بيبقى فيها نون لينير اكشن، لكن هي ستيف بحد ذاتها، عشان كده بتلاقي الفاكتور بتاعه صغير شويه. ده معنى الجدول ده، من غير ما تفهم اللي انا قلته من شويه مش هتفهمه قوي. تمام. عشان كده شرحته قبل كده. كل دي اساسيات الزلازل بالنسبه للكود المصري او بالنسبه للزلازل عامه، عشان تفهم اللي جاي في الحسابات ان شاء الله. المناطق الزلزاليه. يعني ايه مناطق زلزاليه؟ مصر مقسمه من حيث التاثير الزلزالي، يعني من حيث الزلازل اللي ممكن تحصل في مصر، الى 5 مناطق، وفي ال5 دي يعتبر بتقسم 2، يعني منطقه الف ومنطقه ب. تمام. المنطقه الاولى ما فيهاش زلازل، فهي الاكسلريشن بتاعت الزلزال 10% من عجلة الجاذبية الأرضية. يعني العجلة اللي ممكن تعملها الزلزال في اتجاه X أو Y بيبقى في حدود 0.981، لأن عجلة الجاذبية الأرضية 9.81 صح؟ فتضرب في 0.1 يبقى 0.981 اللي هي عجلة الجاذبية صغيرة جدا، فالزلزال اللي بيحصل صغير. المنطقة الثانية ودي جزء كبير من مصر موجود برضو فيها، زي اسكندريه بالذات، انا من اسكندريه فده يهمني جدا، 0.125 جي. تمام. او العجله الجاذبيه، يعني بنتكلم في ايه 12.5% من عجله الجاذبيه الارضيه بتحصل كزلزال. على فكره ده مش قليل، يعني احنا بنتكلم تقريبا ده بيؤدي الى وجود الزلزال بيبقى مثلا في حدود 5% من الجرافيتي اللي موجوده في المبنى. هنتكلم في ازاي بنحسبها بعدين. بس احنا لما الاليمنتس اللي انا كنت عامل حسابي ان هي شايله جرافيتي زي الاعمده، فجاه شايلها شير كبير كده نتيجه للزلزال، ممكن يحصل فيلير. المنطقه الزلزاليه الثالثه، الزلزال بيزيد معايا 15% من عجله الجاذبيه الارضيه، بتبقى فيها عجله الشير وول، سوري الشير وول ايه، العجله بتاعت الزلزال. المنطقه الرابعه 20%، دي كتير. منطقه 5 ربع العجله الجاذبيه الارضيه، يعني ربع الجرافيتي اللي بتشد المبنى لتحت بتزقها اكس وواي، وده كتير. منطقه 5 30% من الجي. وكلما رحت ناحيه المناطق الزلزاليه عاليه، يعني كلما قربت من تكتونيك بليتس، زي مثلا ما موجود في تركيا، موجود في اليابان، موجود في الاماكن البحر الاحمر عندنا، كلما شده الزلزال بقت اعلى، كلما عجله الجاذبيه اللي تنتج بتبقى اعلى. يعني الخريطه الزلزاليه بتاعت مصر اهو موجوده في الجدول المناطق. انا في اسكندريه، فبدور هنا اهو الاسكندريه، المحافظه الاسكندريه، حاجه المنطقه تعتبر المنطقه الثانيه. لو انا مثلا في اسوان انا في المنطقه الثالثه. لو انا مثلا في السويس في المنطقه اللي هي بتبقى فيها شده زلزاليه اعلى، فبلاقي ان انا لا اله الا الله السويس المنطقه الثالثه. تمام. كلما رحت ناحيه سينا مثلا دهب في المنطقه وشرم الشيخ والاماكن وطور سينا والكلام ده، هتلاقي ان هي في جنوب سينا
دهب وطور سيناء وشرم الشيخ 5000. توصل إلى 30% من من عجلة الجاذبية الأرضية. طابة هتلاقيه عالية، هتلاقيه 5 30% من الزلزال. فأنا بالنسبة لي أنا الخريطة بتاعت الشدة الزلزالية أو المناطق الزلزالية في مصر، خد بالك هتلاقي هنا في حتة فجأة علت من واحد اللي هو الواحات والصحراء اللي هي عجلة جاذبية عبيطة اللي هي 0.1 من الجي، زادت بقت منطقة تانية، تمام، اللي هي عند أسوان وعند اسمه ده، وعند جنوب لا إله إلا الله، حوالين بحيرة ناصر. اشمعنى؟ لأن أنت فجأة نتيجة للسد العالي مليت الحتة دي مية وزن تقيل جدا. أي سد بيتعمل في أي منطقة بيؤدي إلى زيادة الشدة الزلزالية. فهتلاقي في الحتة الصغيرة بتاعت أسوان دي عند سد أسوان السد العالي وسد أسوان القديم بتوصل الشدة الزلزالية إلى هنا أسوان إلى 3، المنطقة الثالثة أكتر من بتوصل إلى أكتر من 12.5%. المنطقة التانية حوالين بحيرة ناصر فأنت عندك الشدة الزلزالية بتعلى شوية لغاية 0.125 وهكذا، تمام. فلازم ناخد بالنا من المنطقة بتاعة الزلازل وشكل الجراف. واديك شايف هنا مفتاح الخريطة بيقول لك من هنا لهنا الشدة الزلزالية 0.1 من الجي، 0.125 من الجي، 0.15 وهكذا. دلوقتي نيجي لأنواع الزلازل. أنا لما أجي أصمم على أنهي نوع من أنواع الزلازل. في زلزال بيحصل بيحصل كل 500 سنة مثلا في مصر. هل أصمم على الزلزال ده اللي بيحصل كل 500 سنة وبيدمر الدنيا بيشخلع كل المباني ويوقعها، ولا الزلزال اللي بيحصل كل يوم وكل ساعة زي ما شرحت لكم قبل كده في الانترودكشن ان في زلازل عبيطة جدا محدش حاسس بيها بس حاجة عبيطة بتعدي ومحدش بياخد باله منها؟ هل اصمم المبنى على الزلزال العبيط ده فلو جت كبير يوقع الدنيا، ولا اصمم على 500 سنة اللي بيحصل كل 500 سنة؟ وهل انا اقدر اتوقع ان الزلزال هيحصل امتى؟ لا، الزلازل لا يمكن توقعها، بس في دورة حدوث زلزال، يعني دورة الناس بتوع السيزمولوجي اللي هم الناس بتوع الزلازل، علم الزلازل، بيقول لك ان في عادة في دورة في زلزال كبير جدا ممكن يحصل على حظك في الوقت بتاعك، وغالبا هيحصل في الوقت بتاعنا. احنا واضح ان احنا محظوظين جامد، ثورتين وكورونا والليلة كلها بتوقع على دماغنا. ف يعني متوقع ان يحصل زلزال كبير الفترة الجاية بعد الشر طبعا، بس ده زي ما حصل في تركيا متوقع والمغرب متوقع يحصل عندنا. الزلزال ده بنسميه earthquake ايه؟ non collapse requirement، تمام، اللي هو ايه؟ ان انا مش عايز المبنى بتاعي يقع يموت الناس. هيشرخ، هيتبهدل ويبقى يطلع سكالانتاسو زي ما بيقولوا، هيحصل كده. ليه؟ لان الزلزال ده زلزال كبير جدا، صعب جدا اصمم المبنى بتاعي انه يشيله. طب لو صممت المبنى بتاعي انه يشيله، المبنى هيبقى كبير جدا وهيكلف كتير جدا، تمام. طب انا ايه المنشآت اللي انا المفروض اصممها ان هي تشيل الكلام ده؟ اسمه مستشفيات، الفاير ستيشنز، الحاجات اللي هي لازم تكون موجودة في الوقت اللي هيحصل فيها الزلزال ده. لكن المنشآت السكنية بتاعتنا لا، تشرخ وتفضل صامدة وقادرة ان هي تقف من غير ما تقع عشان الناس تقدر تهرب. بعد ما الناس تهرب لو حصل توابع كتير ممكن يقع بعد الشر، تمام. ده زمن رجوعه كل 500 سنة تقريبا او 475 لو عايزين نبقى ادق، تمام. احتمال انهيار المبنى بس بعد ما يكون الناس يعني هربت، فهو بيقول تصدعات كبيرة وصعب ان احنا نصلح المبنى. يعني المبنى ده حتى بعد ما الناس تطلع منه من غير ما يقع هنهده ونبني واحد تاني، مش هينفع نستعمله، صعب بنصلح المبنى ده، تمام. طب المبنى اللي احنا بنصمم عليه بقى ده اللي هو بنسميه earthquake B damage limitation requirement. ده زمن الرجوع بتاعه في حدود ال 100 سنه اللي هو 95 سنه عشان لو نبقى عايزين نبقى ادق بالنسبه لمصر. طبعا احتمال حدوث اي تصدعات في المبنى بس انا اقدر اصلح المبنى ده وهيعيش وعادي جدا، زي مثلا الزلزال اللي حصل في التسعينات. الزلزال ده مش قوي جدا بس احنا مننا ما صممناش المباني بتاعتنا على الزلازل، عمرنا ما كنا بنصمم المباني بتاعتنا على الزلازل. في منشآت كتير وقعت، لكن اي حد عامل حسابه كده على ان ممكن يكون في قوة افقية المبنى ما وقعش. فده
وده اللي المفروض يحصل، ده اللي مصمم عليه الكود المصري بتاعنا، ان احنا نقدر نشيل الزلزال ده بشروخ بسيطه بجزء من نون لينياريتي عشان المبنى ما يبقاش مكلف. تمام. طيب نيجي بقى لليله الكبيره اللي في ناس كتير جدا مش فاهمينها. الناس اللي بتقعد تشتغل على الايتابس والبرامج بيقولوا لهم عليها بس ممكن يكونوا مش فاهمينها كويس، اللي هو الريسبونس سبيكترم. الريسبونس سبيكترم ده اللي هو طيف التجاوب التصميم. ده يعني مش هقعد اشرح فيه كتير قوي، بس الناس السيزمولوجيست اللي هم الناس بتوع خبراء الزلازل بيعملوا الريسبونس سبيكترم ده. وانا شخصيا كنت وانا بدرس في كندا كان السوبرفايزر بتاعي الدكتور هشام النجار، عالم من اعلام كندا والعالم كله، كان بيشرح لنا ازاي نعمل الكيرفات ديت عن طريق ان انا بعرف الزلزال نفسه، وببدا عن طريق الزلزال وعن طريق السويل اللي موجوده ببدا اقعد اعمل ريسبونس سبيكترم للمباني عن طريق برامج طبعا. المهم انا بختار الزلزال اللي سميناه ايرثكويك A اللي بيتكرر كل 500 سنه، وزلزال البي اللي بيتكرر كل 95 سنه، وبعمل عن طريقه الريسبونس سبيكترم. الريسبونس سبيكترم ده معناه ايه؟ هو علاقه ما بين الاكسلريشن بتاعت الزلزال وما بين البيريد بتاعت المبنى. تمام. فبيقول لك لما يكون المبنى بتاعك الاكسلريشن بتاعه ده، هيحصل فيه اكسلريشن ده. لما يكون المبنى الاكسلريشن بتاعته عاليه، سوري، الناتشرال بيريد بتاعته او الفاندمنتال بيريد بتاعته عاليه، الاكسلريشن هتبقى اقل. كلما اخدت بالك كلما الناتشرال فريكوانسي او سوري الناتشرال بيريد بتاعت المبنى كلما كانت اقل، كلما الاكسلريشن بقت اعلى. عشان كده لو تفتكر، خلينا نرجع تاني لاول سلايد اللي هو قانون نيوتن. بيقول لك الفورس بتاعت المبنى اللي هيتاثر عليها المبنى بتساوي الماس بتاعت المبنى او وزنه اوفر الجي مضروب في الاكسلريشن اللي هتحصل في نتيجه للزلزال. الاكسلريشن بتيجي من طيف التجاوب ده. فبنعمل علاقه ما بين عن طريق حاجه اسمها فورير ترانسفورم، مش عارف اخدتوها في الماث ولا لا. بنبدا نجمع كل الفريكوانسيز وكل البيريودز اللي موجوده اللي ممكن تحصل في الزلازل اللي هي تايب A وتايب B، واشوف الاكسلريشن اللي هتنتج من هذا الزلزال لهذا المبنى A. حلو. فمن الاخر هنلاقي ان كلما البيريود، لما اخدت بالك، كلما البيريود بتاعت المبنى او الزمن الطول الموجي بتاع المبنى قل، كلما الفورس زادت. كلما الطول الموجي زاد كلما الفورس قلت. تمام. يبقى كلما البيريود بتاعت المبنى قلت كلما الفورس زادت، او زي ما اتفقنا اكسلريشن زاد، فالاكسلريشن بتتضرب في الماس يديك الفورس اللي على المبنى. طب ده معناه ايه؟ معناه ان انا لو خليت المبنى بتاعي يتحرك بدرجه كبيره، زي ما اتفقنا بطيخه موجوده على ستيفنس قليله، بوصه تتحرك بدرجه كبيره، فالناتشرال بيريود يزيد كلما الفورس عليها بقت اقل الناتجه من الزلازل. كلما حولت المبنى بتاعي لمحمد علي بلاي كلما كان الفورس اللي جايه على الزلزال اقل بحاجتين مش بحاجه واحده. اول حاجه الريدكشن فاكتور اللي اتفقنا عليها قبل كده، وكمان الاكسلريشن بتاعت المبنى هتبقى اقل. يعني الماس مضروبه في الاكسلريشن تطلع اقل. ومش بس كده، لما اقسم كمان على الار هيقلل لي الكلام ده. فانت كلما كنت خليت المبنى بتاعك مور دكتايل، البيريود بتاعته اعلى، تمام، الزمن الموجي بتاعه اعلى، تمام، او الفريكوانسي بتاعته يعني اقل، كلما كان المبنى ده يقدر يتحمل الزلازل اعلى. بس خد بالك الدكتيليتي بتيجي معاها تشريخ وبتيجي معاها حركه وتلاقي الكاميرات بتاعتك بدات تشرخ وتنزل على دماغك تراب، وبيديك ده برضو حاجه اسمها وارنينج، انت خد بالك اطلع من المبنى هيقع. تمام. مصر بقى ليها 2 ريسبونس سبيكترم، مش ريسبونس سبيكترم واحد، وده نتيجه برضو ان احنا بنمشي على الكود الاوروبي. الكود الاوروبي برضو فيه تايب 2 وتايب 1. الكود الاوروبي احنا قريبين من اوروبا، ففي دول بتبقى قريبه من البحر المتوسط، فاحنا اخدنا الريسبونس سبيكترم بتاع البحر المتوسط، زي مثلا اسكندريه، زي بورسعيد، زي دمياط، زي الناس دي كلها بتستخدم التايب 2. تمام.
وفي تايب عام سي ريسبونس سبيكترم تاني مختلف عن ده، اسمه ريسبونس سبيكترم بتاع تايب 1 اللي هو موجود لجميع مصر ما عدا سوري او اضافه الى تايب 2. فلو انا موجود على الساحل البحر المتوسط هطبق في ده وهطبق في ده، اشوف الاكسلريشن اللي طالعه لي من هنا بتاع الزلزال والاكسلريشن اللي طالعه لي من هنا واخد الاكبر منهم. طب انا ازاي ارسم الريسبونس سبيكترم؟ الكود المصري بيدي لك معادلات، بيدي لك قيمه التي بي والتي سي والتي دي، وبيدي لك قيمه الاكسلريشنز ديت، فاجيب النقط دي فابدا ارسمها. طب انا لما اجي اشتغل على الاتابس هعمل ايه؟ هديله الكيرف ده والكيرف ده احطه في الاتابس، فالاتابس يعمل ايه؟ يجيب الناتشرال فريكوانسي بتاع المبنى اللي احنا جبناه من المعادله التقريبيه اللي كانت 0.05 في الاتش ان ذا باور اوف 0.75. تمام؟ احنا بقى الاتابس مش هيعمل المعادله دي، هيجيبنا من عن طريق انه يقعد يعمل اناليسيس، يجيب الناتشرال فريكوانسي الحقيقيه بتاعت المبنى في اتجاه اكس، اتجاه واي في اتجاه التورشن، يخش في الكيرف ده يطلع بيه الاكسلريشن في اتجاه اكس، يضرب الاكسلريشن في الماس بتاع المبنى يطلع له الفورس. تمام؟ ده اللي بيعمله ايتابس، ده اللي بتعمله البرامج اللي بتعمل تحليل انشائي للزلازل. تمام؟ طيب نخش في اللي بعده. soil action والeffect on earthquake. تمام؟ ايه ده؟ هل لما انا يبقى المبنى بتاعي يبقى على صخر، حلو، هيبقى نفس الزلزال اللي جنب المبنى اللي جنبه اللي موجود على طين؟ قال لك لا، البيهيفير بيختلف تماما. احنا لما بنيجي لما السايزمولوجيست الناس بتوع الزلازل بدأوا يحطوا المقياس اللي هو اللي بيقيس الاكسلريشن والديسبيسمنت، الجهاز ده بدأوا يحطوه على تربة رملية، لقوا ان هو مختلف تماما عن تربة طينية، مختلف تماما عن التربة الصخرية، مع ان هو نفس الزلزال. يعني نفس الزلزال مش معناه انه يعمل نفس الحركة نتيجة للسويل. فلما الزلزال بيمشي في الطبقات بتاعة التربة، من هو مثلا كان على بعد كيلومتر من تحت او على بعد كيلومتر من على اليمين مثلا في شمال المنطقة اللي انا فيها، عبال ما الويفز تمشي في التربة وتجيلي انا سواء من تحت لفوق او من يمين للشمال او وات ايفر من الشرق للغرب، الويف دي بتبدا تتاثر بالسويل اللي بتعدي فيها. تمام؟ لو هي تربه صخريه الويف بتمشي فيها زي بالظبط كده لما تمسك قضيب حديد وتخبط بيه خبطه هتلاقي الفايبريشن بتوصل بالكامل لايديك. لكن لو انت ماشي خشبه الويفز بتقل وبالتالي الفايبريشن بتقل، بيحصل دامبنج في الويف. حلو؟ ففي مزايا وفي عيوب. عامة التربة الصخرية بتوصل لك الموجة الزلزالية زي ما هي، ما بتتأثرش كتير، حسب طبعا نوع الصخر نفسه، بس ما بتتأثرش كتير. لكن التربة الرملية والتربة الزلطية ومتوسطة الكثافة أو مش متماسكة أو التربة الضعيفة الطينية أو الترب الكويك كلاي، وفي حاجة اسمها ليكوفاكشن سويل بتأثر جدا في الويف، لدرجة الليكوفايبل سويل دي تربة مع وجود الزلازل ومع وجود الحركة الأفقية بتتحول التربة دي إلى مية، يعني ملهاش أي شير سترينث خالص، فتلاقي المبنى بيقع من غير ما يحصل حاجة. الزلزال مش كبير بس التربة نفسها ضعيفة. تمام؟ المهم نتيجة للسويل الرموز اللي احنا كنا بنقول عليها في الجدول اللي هي التي دي والتي سي والتي بتاع والاس، دي الرموز دي بتتغير طبقا لنوع السويل. فالقيم بتاع التي اللي هو التايم البريود تي بي والتي سي اللي هي الرموز اللي بتأثر على الريسبونس سبيكتروم بتتأثر، وبالتالي نتيجة لتأثرها بيتأثر شكل الكيرف بتاعي. فده التعديل اللي بيحصل. طب اجيب ازاي التي بي والتي سي والتي دي والاس السويل فاكتورز؟ بخش في التيبل بنوع التربه بتاعي. طب مين اللي بيقول لي نوع التربه؟ الراجل بتاع الجي تكنيكال انجينير اللي هو الراجل بتاع السويل، بيختبر السويل بيلاقيها صخريه A او B او C. تمام؟ اللي هو ده التصنيف بتاعها. الايه صخر تكوينات مش عارف ايه، صخريه وضعيفه مش عارف ايه، ترسيبات يمتد سمكها لعشرات الامتار. السي ترسيبات عميقه من تربه غير متماسكه زي الرمل، متوسطه الى كثيفه او طين ذو تماسك عالي اللي هو السيو بتاعته عالي مرتفع، يتراوح سمكها من عشرات الى مئات الامتار.
وده عادة لما بتبقى تربة قوية عندنا زي مثلا اللي موجودة في رشدي أو موجودة على سيدي بشر أو كده، تربة رملية قوية، الاس بي تي بتاع الان اس بي تي اللي هو الستاندرد بنتريشن تيست لما بيقعد يدق عليها بتديني رقم عالي يصل إلى 50. في الحالة دي بنعتبر إن هي التربة سي. التربة سي ما بتأثرش قد كده على الزلازل. حلو. أو تربة حتى طين ستيف كلاي السي بتاعته عالية، السي بتاعته بتصل الى 250، في الحاله دي بعتبر ان هو سي. برضو في اجهزه بتقيس حاجه اسمها سرعه موجات القص اللي هو الشير ويفز فيلوسيتي. انا بضرب قضيب مثلا في حته وابدا اقيس في حته ثانيه، اشوف الحركه اللي في السويل عامله ازاي عن طريق الفيلوسيتي ديت. الناس بتوع الجي تكنيكال برضو بيعملوا الكلام ده، بيقيس لي السرعه اعرف عن طريقها نوع التربه. النوع التربه دي هو حاجه تربه رمليه او زلطيه او حتى طينيه بس مش متماسكه قوي، فالاس بي تي بتاعتها واطي، لان اس بي تي النمبر اوف ستاندرد بنتريشن تيست اقل من 15. في الحاله دي لازم اعمل حساب ان التربه دي الراجل بتاع السويل لازم يقول لي عشان الزلزال هيبقى اقوى، الحركه في السويل بتبقى اعلى، فبيبقى الحركه اللي جايه لي من السويل بتبقى اكبر لان هي غير متماسكه، فبيجي لي الزلزال اشد او بيحصل فيه مشاكل اكبر، الكيرف ده بيتغير بدرجه كبيره. الاي بقى دي تربه بروبلماتيك، يعني بيبقى فيها مشاكل زياده وفيها ترسيبات وليله كبيره، فلازم ده بقى القيم بتاعتي بتبقى مختلفه تماما. بص هتلاقي التي سي بتصل الى 0.5 هنا 0.15 وهكذا. طيب في نوعين من الريسبونس سبيكترم. في نوع اللي هو اسمه التايب 1 بتاع مصر كلها، والتايب 2 بتاع البحر المتوسط. فالقيم دي بتختلف من هنا لهنا، يعني ده تيبل لده وده تيبل لده. ماشي. نيجي بقى دلوقتي للحاجه الامبورتنس بتاعت المبنى. يعني اثناء الزلزال انا مهتم ان المبنى ده لازم يكون موجود، زي ايه مثلا؟ زي المستشفى، زي محطات الاطفاء، محطات الكهرباء، البوليس ستيشنز، والحاجات اللي هي الضروريه ان لازم تبقى موجوده وشغاله اثناء الزلزال. تمام. فانا لازم اصممها ان هي تستحمل الزلزال وما يحصلش فيها مشاكل اثناء الايه الزلازل. في منشآت تانية مش مهمة قوي او اقل اهمية زي المنشآت السكنية. تمام. دي مش في اهمية المستشفى لكن مهمة. تمام. في بقى الاقل اهمية خالص زي المنشآت الزراعية، زي مثلا ايه مشون مثلا موجود في الغيط مثلا، بحط فيه مثلا الغلة ولا بحط فيه ايه، او حتة بحط فيها مبنى مثلا كشك، اي حاجات مش مهمه مش بيستغلها بني ادمين، مش موجود فيها بني ادمين كتير، لو وقعت طز. في الحاله دي بدي كل واحده منهم حاجه اسمها معامل اهميه او importance factor. تمام. الفاكتور ده بزود الحمل اللي انا بصمم بيه، الحمل بتاعي التصميمي اللي جاي من الزلازل اللي هو المضروب الماس مضروب في الاكسلريشن اللي هي الاس دي، كمعامل في التي اللي هو البيريود بتاعت المبنى زي ما اتفقنا التي 1 بنسميه، اضربه في فاكتور لو هو مستشفى او حمل اطفاء، بزود الحمل بتاع الزلزال ده 140% عشان اضمن ان الزلزال اللي يجي لي بعد 500 سنه الزلزال القوي ده ما يوقعليش المستشفى وتفضل شغاله كويس جدا. حلو. المنشأ مثلا ايه؟ في مدارس، في خزانات، في صوامع، حاجات محتاجها برضو اثناء الزلزال بس مش في اهميه المستشفيات طبعا، لان ممكن انهيارها ممكن يعمل لي خسائر في الارواح زي مثلا مساجد او مثلا اماكن تجمعات الناس زي المدارس. في الحاله دي او المولز. تمام. نضرب في 1.2. طب منشأ سكني عادي، باخد الحمل الزلزالي العادي واحطه. هل لو جالي زلزال ابو 500 سنه ده الزلزال اللي هو اسمه تايب A، المنشأ ده مش هينفع يشتغل تاني. هل لكن مش هينهار على دماغ الناس. لكن المنشآت اللي هي ذات الأهمية الأقل، المنشآت الزراعية فيها حاجة مشون فيها مثلا سماد، حاجة بشون فيها حاجة ما فيهاش أرواح كتير، ففي الحالة أو ما فيهاش بني آدمين كتير، هو واحد ولا اتنين بالكتير لو موجودين، في الحالة دي مش شرط أصمم على الحمل الزلزالي الكبير ده، أنا أصمم على 80% منه. فلو حصل الزلزال الكبير أكيد هتقع بس مفيش حد هيموت. فاهمني؟ حصل الزلزال الصغير مش هيحصل حاجه اللي هو الزلزال تايم بي، يعني المنشأ ده حتى لو هديته، لو حصل فيه شروخ كبيره واتهد وبعدين بنيته تاني مش هيحصل مشكله. جميل جدا. طب انا بالنسبه لي الكود بيطلب مني ايه في الديزاين بتاعي؟ هو في
الليميت ستيت ديزاين بتقول لك الاستابيليتي لازم تبقى موجوده، الكاباسيتي لازم يكون موجوده، والوركابيلتي كمان او التشغيليه. اول حاجه الاستابيليتي، ان المنشأ ده اثناء الزلزال ما يحصلوش اوفر تيرنينج مثلا، ما يحصلوش سلايدنج، ما يتزحلقش، ما يحصلش فيلير للقواعد وتلاقي المنشأ ده زي مبنى ازاريطه، زي عماره بتاعت ازاريطه اتلف وركن على اللي جنبه. ده مش نتيجه للزلزال ولا حاجه، بس ده بنسميه stability failure. تاني حاجه ان الديزاين، ان الكاباسيتي بتاعته تبقى اكتر من الديماند، ان ما يحصلش فيه فيلير من الاخر، سواء بندنج او شير او تورشن او النتيجه للنورمال فورس بلس المومنت. لازم القطاعات كلها سواء اعمده، شير وولز، بلاطات، كمرات، تبدا تشيل حتى القواعد، تشيل المومنت والشير وهكذا اللي موجود عليها بامان كافي، لان احنا عندنا لود فاكتور اللي 1.4 و1.6 في حاله الجرافيتي، واحمال زي ما هنتكلم عنها بعدين. وفي نفس الوقت الاف سي يو تتقسم على الجاما سي، والاف فيلد تتقسم على 1.15. لازم نحقق الكاباسيتي اكتر من الديماند. تالت حاجه الوركبيلتي او التشغيليه، ان انت ان انا ساكن في العماره ما احسش بالحركه، تمام، الحركه في المنشأ. طب انا الحركه اللي بشوفها هي الحركه الكليه للمبنى، هل دي اللي بحس بيها، ولا الديفرنس ما بين الفرق ما بين الارض اللي انا واقف عليها، مثلا انا ساكن في الدور التاسع، فالحركه اللي هحس بيها هو الفرق، الحركه ما بين الدور العاشر والدور التاسع، هشوفه في النجفه بتاعتي. النجفه بتاعتي هتبدا تتحرك حركه معينه نتيجه للايه، الحركه اللي بتنتج ما بين الدور التاسع والدور العاشر، ده بنسميه الدريفت. فكل دور لازم الدريفت، الفرق ما بين الحركه ما بين مبنى ما بين دور ودور تكون مش محسوسه، ما احسش بيها بدرجه كبيره لدرجه ان هي تفزعني، تمام، لازم تكون قليله، ما تاثرش عليا انا شخصيا كبني ادم نفسيا اكتر من انشائيا. انشائيا دي هنتكلم عنها في المومنت والشير وهكذا، تمام. طيب تعالوا دلوقتي نشوف بالنسبه للكود المصري، وده قريب جدا من الكود الاوروبي والكود الامريكي شويه، تمام. ايه الحاجات اللي بتاثر عندي في الكود المصري، وازاي هعمل الحسابات بتاعتي؟ كل اللي فات ده الفاندامنتالز بتاعتي اللي انا اتكلمت فيها قبل كده، دي اللي هتاثر على اي كود في العالم، تمام. لكن بالنسبه للكود المصري الحاجات اللي هنتكلم عنها بعدين. اول حاجه لازم ابص عليها ايه الفاكتورز اللي بتاثر على الحمل بتاع الزلزال. اول حاجه الزون بتاعتي، انا في زون واحد، المنطقه الزلزاليه 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 الف ولا 5 ب، تمام. وانا المبنى بتاعي فين؟ هل انا على البحر المتوسط فانا تايب 2 وتايب 1 لازم اطبق الاثنين مع بعض، ولا بعيد عن البحر المتوسط ففي الحاله دي انا زون تايب 1؟ حلو، اللي هو بتاع كل مصر. تاني حاجه اللاترال لود ريزيستنج سيستم، انا زي ما اتفقت عشان اخش في الجدول واجيب الار فاكتور، مش بس كده، عشان وانا بدرس الحمل في اتجاه اكس هلاقي ان ممكن يكون lateral load resisting system مختلف عن اتجاه واي، ممكن يكون shear walls في اتجاه اكس وفي اتجاه واي مثلا فريمز. فانا لازم كل واحده احسب لها الحسبات بتاعتها لو انا هشتغل بالذات 2D calculation او هحسب بايديا او هحسب بحاجات بسيطه مش زي الاتابس مثلا 3D مثلا في الاتابس. تالت حاجه السويل بينيس فاونديشن، ان انا نوع التربه تحت المبنى. طب وده مين اللي هيقولها لي؟ هيقولها لي السويل ريبورت. المفروض الريبورت نفسه مش بس بيديني البيرنج ستريس او يديني حمل الخازوق، ده بيديني كمان نوع التربه كسبيسيفيكيشن، هل هو A ولا B ولا C ولا D ولا E، عشان لما اخش في التحليل الانشائي للزلازل ابدا احسب حساباتي صح. بعد كده المبنى بيستخدم ايه؟ هل هو مستشفى فالفاكتور الامبورتنت فاكتور بتاعي 1 و4، ولا هل هو منشأ سكني فالامبورتنت فاكتور بتاعي 1، ولا منشأ زراعي ف 0.8؟ فاهمني؟ خامس حاجه دي هنتكلم فيها بعدين شويه، اللي هو البلان اند elevation configuration اوف ذا building، يعني التوزيع بتاع الشير وولز والماس اللي موجوده في المبنى، هل الكتله بتاعت المبنى موجوده في مكان مختلف عن المكان اللي بتركز فيها الاعمده، وبالتالي هيحصل تورشن فالشكل بتاع المبنى هيتغير، وبالتالي الزلزال مش هيضرب في السي جي بتاع المبنى، ده هيضرب، او السي جي بتاع الريزيستنج بتاع الكولومز هيضرب في مكان تاني، فهيحصل تورشن، هيحصل توزيعه مختلفه من الاحمال، نتكلم فيها بعدين احسن. سادس حاجه الفاندمنتال بريد بتاعت المبنى، واتفقنا ان في
لو هتشتغل بالإتابس وكده دي قصة، ولو هتشتغل بإيديك هيبقى الفاكتور السي مضروبة في الاتش in the power of 0.75، فهنبدأ نشتغل بيه. تمام. طريقة الكود المصري وطريقة اليورو كود إن في طريقة اسمها equivalent static load method، طريقة الحمل الاستاتيكي المكافئ. يعني إيه؟ طبعا أي زلزال في الدنيا هو حمل دايناميك، حمل بيتحرك بسرعة رايح جاي، بيعتمد على الكتلة. الايكويشن الحقيقية بتاعت الفورس بتساوي الماس في الاكسلريشن زائد كذا في السرعة زائد الدامبنج، يعني معادلة بتاعت الداينامكس. تمام. ازاي هتحلها كاستاتيكا؟ ازاي هتحلها بايديك كستاتيك فورس؟ بحول الدايناميك فورس الى ستاتيك فورس بالطريقه اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده في الاساسيات. تمام. لكن عشان تعمل ده، عشان تشتغل بالطريقه اللي هي ستاتيك لود ميثود، ودي طريقه مهمه، دي حاجه مهمه اسف عشان ممكن حد يغلس عليك فيها. اول حاجه لازم يكون في البلاطات في الادوار المختلفه يكون فيها متماثله، يعني الدور المتكرر شبه بعضه. ما تجيش مثلا في الدور الارضي حاجه والدور الميزانين حاجه والمتكرر حاجه تانية خالص، وتلاقي الاعمده قاعده تتغير. تمام. فلازم تبقى فيه انتظام واستمراريه، يعني العمود مكمل. ما تجيش مثلا في الدور التاني وتروح عامل ترانسفير سلاب وتتحول السيستم من اعمده معينه الى اعمده تانية خالص. خلاص يبقى طريقه الستاتيك لود ميثود ما ينفعش تستعملها. تاني حاجه لا تزيد الفتره الزمنيه التي 1 اللي احنا اتفقنا عليها اللي هو الناتشرال بيريود الفاندامنتال بيريود، ما تزيدش عن 4 مرات التي سي. التي سي ده بنجيبها طبعا من السويل زي ما اتفقنا ان على حسب نوع التايب بتاع الزلزال بنخش في الجدول بتاع السويل بنجيب منه التي سي، او 2 سكندز. تمام. بناخد الاقل من الاثنين، يبقى هو انا البيريود بتاعتي اقل من 2 سكندز او اقل من 4 تي سي. طب لو اكتر لازم تروح ناحيه الطريقه الديناميك وتشتغل بالبرامج بتاعه الاتابس وهكذا. تمام. فاتفقنا تي 1 هو الزمن الموجي للمبنى او الفاندامنتال بيريود او بيسموها الناتشرال بيريود للمبنى. التي سي معامل بمحدد طفي يعتمد على نوع التربه زي ما اتفقنا في الجداول، و2 سكندز ثانيتين. ماشي. في حاله الاخلال باي شرط من الشروط اللي فاتت ديت يجب التحليل الانشائي الديناميكي. تحط على المبنى، تحط ريسبونس سبيكترم على المبنى او حاجه اسمها بوش اوفر اناليسيز، وليله كده طويله بتبقى اصعب ومحتاجه كمبيوتر اقوى وليله كبيره، وناس كتير بتقعد تشتغلها دلوقتي على الاتابس وبتفهم فيها، مش ناس قليله يعني. بنتكلم في معظم الناس الديزاينرز على الاقل مثلا 5% منهم بيعرف يعمل الموضوع ده، لكن لازم تكون فاهمه الاول قبل ما تعمله. تمام. عدم الانتظام في المسقط الافقي، ما هو بيقول لك الانتظام. خلينا نعمل بوينتر. عدم الانتظام في المسقط الافقي يعني ايه؟ يعني مثلا تلاقي ان هو مش مربع، ده في حته عامله كده، في حته شكله على حرف ال، حرف تي، في فتحه في النص. ده بيخلينا نروح ناحيه الديناميك كالكوليشن. تمام. او عدم الاستمراريه في اتجاه الراسي زي ما قلت لك، يعني الدور الارضي حاجه من الحته دي انا عايز اخش فيها، فقال لي لا مش هينفع اعمل شير وول، لا انا اعمل لك الشير وول من فوق. ايه من فوق يا عم؟ ملوش لازمه، لازم الشير وول يبقى من مكمل من تحت لفوق عشان اصلا يبقى شغال كويس، وفي نفس الوقت عشان اشتغل بالطريقه دي. طالما ما ينفعش، ما فيش استمراريه، مش هينفع اشتغل بطريقه الحمل الاستاتيكي، او اشتغل بيها وبقارنها بالديناميك واخد الادق. تمام. عدم الانتظام الراسي دي مثلا الارتداد في المبنى، عملت حته اسمها البوديوم مثلا وبعد كده طالع ببورد، ففي الحاله ديت دي ما ينفعش تشتغل بيها ستاتيك بس، انت لازم تشتغل دايناميك. تمام. او ان انت جيت مثلا في الدور الاخير رحت حاطط حمام سباحه، طب ده عدم انتظام ليه؟ لان الكتله بقت غير منتظمه، فجاه انت ركزت ويت كبير جدا، او حطيت خزان مثلا في الدور ال20 لان انت مبني مثلا عندك 80 دور مثلا، فانت صعب قوي تودي الميه، تطلع الميه دايركتلي من تحت لفوق، فبتعمل ميه دورين مثلا ميكانيكا في النص، فبتبدا تحط فيهم خزانات الميه والكهرباء والتكييفات والحاجات دي.
فالكتلة زادت في حتة معينة، ففي الحالة دي مفيش توزيع منتظم للأحمال. تمام؟ نيجي بقى لأهم ايكويشن اللي هي ايكويشن حساب الفورس بتاعت الزلازل. تقدر تعتبر كل اللي فات ده فهم، كل اللي جاي حسابات. ماشي؟ القوة الأساسية اللي بيحسبها الكود هي القوة اللي ناتجة من الزلزال، وبالتالي هي القوة اللي بتضرب تحت في الأول. تمام؟ في الحقيقة الزلزال ما بيضربش بقوة، الزلزال بيعمل حركة. الحركة دي اللي هي mainly acceleration نتيجة للكتلة بتاعت المبنى. كلما كبرت الكتلة ديت بضرب في الاكسلريشن يطلع لي الفورس. فالاكسلريشن بتاعت الزلزال دي تعتمد على زي ما اتفقنا على التايب بتاع الزلزال، هل هو تايب 1 ولا 2، هل انا بتاع البحر المتوسط ولا بتاع مصر جمهورية مصر العربية، ويعتمد على نوع السويل لان بيتغير لي في الفاكتورز، وبيعتمد على ارتفاع المبنى عشان يأثر لي على الفاندامنتال بيريود، فاخش في الريسبونس سبيكترم واجيب الايه الاكسلريشن. يعني اخش في التيبل اللي هو شكله عامل ايا كان مش عايز ارسمه دلوقتي، اجيب بيه الاكسلريشن، اضرب الاكسلريشن في الماس اللي هي الويت بتاعت المبنى على الجي، وزي ما اتفقنا الويت ده هو الديد لود زائد جزء من اللايت لود. اللامدا دي حاجه اسمها معامل تصحيح. ساعات بنحس ان الحمل مأفور شويه، الحمل ده زياده بشويه حرام، بنعمل معامل تخفيض بنضرب في 0.85. تمام؟ بنقلل الحمل شويه. الحمل اللي جاي من ده هو حمل التيميت لود، اوعى تنسى الحمل الناتج بتاع الزلزال ده التيميت لود، مش هضربه في فاكتورز، هو ده الالتيميت. ده انا لو عايز اجيب الوركينج بتاعه لازم اقسمه على فاكتور، ودي من اهم الملحوظات، خد بالك عشان لما نيجي نعمل لود كومباينيشنز بعد. ايه بقى الشكل الجميل ده؟ الله اكبر. الشكل الجميل ده هو شكل الكيرف. خليني انا يعني الكيرف كان عامل كده زي ما اتفقنا اللي هو بتاع ريسبونس سبيكترم، عامل كده. حلو؟ هنا من هنا لهنا، من هنا لهنا، من هنا لهنا، النقط دي زي ما اتفقنا قبل كده هي دي التي اي والتي بي والتي سي. حلو؟ فبيقول لك لو الكيرف بتاعك الخط ده من الزيرو لغايه التي بي، يبقى الايكويشن بتاعت الخط ده هو ده، هي دي الايكويشن. هل هي ايكويشن في البيريود اللي هي تي او تي 1، وهنا الاس دي تي، اس دي تي. معلش انا صعب الرسم على اللابتوب. تي 1 معادله في التي 1. حلو؟ فانا بعوض تعويض مباشر بالتي 1، حلو، او الزمن الموجي للمبنى، وبطلع الاكسلريشن. فيا اما هو يبقى الخط ده، يا اما يبقى الخط ده، يا اما يبقى الخط ده، يا اما يبقى الخط ده. تبع ايه؟ هل هنا ما بين الزيرو والتي بي، وما بين التي بي والتي سي والتي سي والتي دي، فاهمني؟ ولا انا اكبر من التي دي لغايه 4 سكندز، فانا الخط الافقي اللي انت او شبه الافقي اللي نازل ده. تمام؟ فمن الاخر هي دي المعادلات بتاعت دي. طب ليه هو حاططها معادلات؟ ليه ما اخشش في الكيرف؟ لان سهل جدا تحط المعادلات في البرامج. يعني سهل جدا احط في برنامج الايتابس المعادلات بتاعت الكود المصري او اليورو، دي معادلات اليورو كود برضو، احط فيها المعادلات دي. فلما هو يطلع التي 1 يروح مدخل هنا على طول الفاكتورز دي تعويض مباشر، يطلع له الاكسلريشن فيطلع له الفورسز. دايما المعادلات اسهل بالنسبه للبرامج من ان انا اشتغل ككيرف. المهم طيب خلينا نبص كل واحده. مثلا ان انا الزلزال بتاعي الناتشرال فريكوانسي بتاع المبنى، الزمن الموجي بتاع المبنى، خلاني ما بين الزيرو والتي بي اللي هو جاي من السويل لو تفتكر. هخش في المعادله دي. المعادله دي الاكسلريشن بتاعتي هتساوي عجله الجاذبيه بتاعت الزلزال اللي هو في اسكندريه مثلا المنطقه الثانيه 0.125 الجي، مضروبه في معامل اهميه المبنى، مثلا لو منشأ سكني بواحد، لو منشأ لو مستشفى 1.4، مضروبه في الاس ده معامل السويل، يعني لو تفتكر كان في التيبل حاجه اسمها اس، مضروب في 2 على 3 في التي 1 اللي حسبته اللي هو 0.05، مضروب في الاتش ان ذا باور 0.75، مقسوم على التي بي من السويل في 2.5 على الار اللي هو ريدكشن فاكتور. لو انا مثلا فريم داكتايل يبقى ب7، لو شير وول ب5، شير وول من الخرسانه المسلحه، ناقص 2 على 3. تعويض مباشر جبت الاكسلريشن، اضرب الاكسلريشن في الويت على الجي اللي هو الماس،
مضروب في معامل الاهميه ومضروب في اللامدا اللي هي ممكن تكون 0.85 زي ما اتفقنا، يطلع لي الفورس اللي جايه على المبنى. طب لو انا التي بتاعتي طلعت لي ما بين التي بي والتي سي اخش في ده. طب لو التي بتاعتي تي 1 طلعت لي ما بين التي سي والتي دي اخش في ده. بس خد بالك ما ينفعش يزيد عن 0.2 الاي جي في الجاما. يفضل دايما نطلع الاكسلريشن بتاع الزلزال نسبة في الجي، يعني 0.1 الجي ايا كان يطلع زي ما يطلع. حلو. طب ليه؟ عشان لسه هضرب الاكسلريشن ده في الدبليو على الجي، فتطلع الجي مع الجي. دي تفصيلة في الحسابات بس مش اكتر. طب معامل التصحيح اللي اتفقنا عليه اللامدا دي قال لك يا 0.85 يا 1. لو البيريد بتاعت المبنى اكبر من مرتين التي سي بتاعت السويل، حلو، خدها بواحد ما تخفضش. لكن لو التنشن سوري البيريود بتاع المبنى اقل من 2 التي سي وبالتالي الزلزال بتاعه قوي، حلو، فالفورس اللي هتجيلي هتبقى كبيره قوي. في الحاله دي لا، ما احنا مأفورين كده، الحسابات بتاعتنا اوفر، ده 0.85. ماشي. طيب بالنسبه للكود المصري، ايه هي الخطوات اللي هعملها؟ 1 2 3 هعمل كذا وبعد كده كذا وبعد كده كذا. انا بحب دايما لان التيبلز بتاعت الكود المصري تفوهك شويه، فانا بعمل انا مرتبها كده ترتيب، انا شخصيا بمشي بالترتيب. اول حاجه بعملها بجيب الناتشرال بيريود بتاع المبنى، سواء انا كراجل انجينير بايديا 0.05 او 0.075 مضروب في الاتش ان ذا باور 0.75. تمام، جبت الايه الناتشرال بيريود. طب لو عندي موديل وعملت موديلنج للمبنى على الايتابس، بعمل ايه؟ بخش بعد ما اعمل الرن بيديني الناتشرال فريكونسي بتاعت المبنى، ممكن افهمها لكم بعدين، اللي في اتجاه اكس وفي اتجاه واي وفي اتجاه التورشن. باخد القيم دي وابدا اشتغل في اتجاه اكس لوحده واتجاه واي لوحده. لكن هنا بالنسبه لو هشتغل شغل مانيوال هما الاثنين زي بعض. لو السيستم بتاع الاتجاه اكس، السيستم اللي بيريزست الزلازل هو بتاع واي، يعني لو الشير وول في اتجاه هو اكس هو شير وول في اتجاه واي. لكن لو عندي داكتايل فريم في اتجاه اكس وشير وول في اتجاه واي، الناتشرال فريكونسي بتاعت اكس هتختلف عن الواي. خد بالك من النقطه ديت. بس عاده بيبقى الاثنين زي بعض، يعني في المنشآت السكنيه بتاعتنا عاده بيبقى الاثنين زي بعض. طيب معامل اهميه المبنى عاده في المنشآت السكنيه بواحد. تحديد نوع المنحنى الطائفي، لو انا على البحر المتوسط يبقى انا 2 و1 الاثنين مع بعض. لو انا في بقيه مصر 1. تمام. تحديد نوع التربه ده بتاع السويل، ومن التربه هجيب اس وتي بي وتي سي وتي دي. بس في مشكله، لو انا في اسكندريه، وانا في اسكندريه فعلا عندي انا 1 و2، فهجيب الارقام دي لواحد وهجيب الارقام دي لاثنين. دي غلاسه شويه بالنسبه للناس اللي في المنطقه التانيه. بعد كده تحديد نوع النظام الانشائي، انا شير وول ولا انا داكتايل فريم ولا ليميتد داكتايل فريم، واجيب الار بتاعته. تمام، الار دي مهمه جدا في الحسابات بتاعتي. المنطقه الزلزاليه، انا في اسكندريه يبقى الاي جي 0.125. طب انا في اسوان المنطقه الثالثه يبقى انا مثلا بوينت مش فاكر الرقم 0.13 مثلا الجي. المنطقه الاولى 0.1 جي وهكذا. حساب احداثي الطيف التصميمي اللي هو الاس دي تي، اعمل ايه؟ اشوف التي 1 بتاعتي ما بين A و A، واخد الخط الايكويشن بتاعت الخط بتاعه اخش فيها اعوض اجيب عجله الجاذبيه. طب لو انا المنطقه الاولى ليها، هخش بالمعاملات بتاعتي دي واجيب الايه واجيب الاكسلريشن بتاعتها. والمنطقه الثانيه اخش بالدولت وفي نفس المعادلات على فكره هي اجيب بيها الاس دي تي واحد الثانيه بتاعت تايب 2، واشوف مين اكبر واستخدمه. يعني مجرد ما طلعت الاكبر هو ده اللي استخدمه. هحسب وزن المبنى بيساوي الديد لود زائد ربع اللايف لود مثلا من الشهادات السكنيه. لو منشأ اداري او مول او حاجه في نص. طب لو منشأ صومعه او خزان في 1 من اللايف لود. معامل التصحيح بيعتمد على التي 1 قد ايه من التي سي، لو مرتين التي سي ولا اقل من مرتين التي سي. لو كان التنشن التايم البيريود الفاندمنتال بيريود بتاعت المبنى صغيره قوي اقل من 2 التي سي هاخدها 0.85، لان الزلزال ساعتها القوه الزلزاليه هتبقى كبيره قوي. بعد كده تعويض مباشر بكل الارقام اللي طلعت لي دي. هخش في المعادله اللي انا قلت لك عليها البيز، اسمها اف بيز اللي هو فورس ات بيز، الحمل الاستاتيكي المكافئ للزلزال عند البيز، واجيب الرقم الكبير ده وابدا بعد كده
اشتغل الشغل بتاعي اللي بتاع توزيع الحمل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ ندي تطبيق للكود المصري على مثال حي، حاجة بتحصل كل يوم للناس الاستراكشر انجينيرز وهم بيصمموا حاجات معرضة للزلازل. هل خلينا نبص على الاكزامبل. بيقول لك عندك 12 story residential apartment building، يعني مبنى سكني من 12 دور موجود في اسكندرية. 12 دور سكني، سكني يعني important factors بواحد. حلو، يعني الفاكتور بتاع اللايفلود ربع، ده معناه. هل 12 ستوري، نشوف بقى الستوري مثلا 3 متر، 3 في 12 يطلع حدود 36 متر. تمام، يعني او على حسب القطاع المعماري طبعا بتاع المبنى. Placed in Alexandria، الله اكبر، Alexandria يعني تايب 2 الزلزال، وتايب 1 بتاع مصر، تايب 2 بتاع البحر المتوسط، وتايب 1 يعني هحل مرتين، اعوذ بالله. اسكندريه ديت والحاجات اللي على البحر المتوسط فقر شويه في الزلازل، بحل مرتين. The total height of the building is 38 متر، بس خد بالك هل 38 ده عند وش القواعد؟ قال لك from the top surface of the foundation، لان لو 38 من سطح الارض لسه هضيف عليه من وش الارض لغايه القاعده، لغايه وش القاعده. soil class الجيوتكنيكال انجينير او الراجل بتاع السويل قال لي ان هي سي، كتر خيرك، 100 السي ده مش هيزود لي الحمل شويه، كويس. the lateral بيبقى الزلزال زي ما هو تقريبا. the lateral load resisting system يعني النظام اللي بيقاوم الزلازل is enough ductile reinforced concrete frame، الله اكبر، حاجه محمد علي كلاي، محمد علي كلاي عن الارب 7. تمام، in two direction يعني في اتجاه اكس وفي اتجاه واي، وبالتالي الناتشرال فريكونسي في اتجاه اكس غالبا هيطلع يعني طبقا للمعادله بتاعت الكود المصري شبه المعادله بتاعت الواي، هما الاثنين نفس الفاكتور. The building footprint يعني الاريا بتاعت المبنى كانت صغيره، 15 متر في 15 متر، بس ده مبنى صغير. الديد لود بتاع البلاطه 12 كيلو باسكال، يعني في كل متر مسطح في 12 كيلو نيوتن. واللايف لود مبنى سكني ف 2 كيلو نيوتن بر متر سكوير in each floor، يعني في كل دور الارقام دي. ده طبعا عشان نحسب الويت بتاع المبنى، بس خد بالك الفاكتور بتاع اللايف لود منه سكني هنضرب في ربع. بس خد بالك لسه الكولومز كمان ما حسبناهاش، الكولومز بتبقى بحدود 10%. ده واضح ان هو مبنى فلات سلاب ما فيهوش كاميرات، فمش هنحسب وزن الكاميرات، او ده محسوب فيه الكاميرات anyway والحوائط وكل حاجه. فاضل بس الكولومز لودز 10% من حمل المبنى. طيب، اول حاجه زي ما اتفقنا، اول خطوه هنحسب الناتشرال ناتشرال بيريود، سوري مش فريكوينسي لان عكس الفريكوينسي. فالسي في حاله المومنت ريزيستنج فريم، واحنا كنا دكتور المومنت ريزيستنج فريم ب 0.075، ف 0.075 اتش توتال من هنا لهنا اللي هي 36 متر in the power of 0.75 يطلع لي الناتشرال بيريود. فانا عندي 36 متر زي ما اتفقنا، وده مومنت ريزيستنج فريم 0.075، معلش خطي وحش شويه، يبقى تي 1 بتساوي 0.075 36 ذا باور 0.75 طلع لي 1.1 سكند. يعني ايه الناتشرال بيريود ديت؟ يعني عشان المبنى ده يتحرك يمين خالص وبعد كده يعني من اول نقطه يمين خالص وبعدين يروح شمال خالص ويرجع يمين خالص لنفس النقطه، بياخد 1.1 سكند، يعني ثانية واحدة عشان المبنى ده يروح يمين خالص ويرجع تاني، أو في نفس المكان اللي هو كان واقف فيه يروح يمين وبعدين يرجع شمال وبعد كده يرجع في نفس المكان. دي دورة كاملة. تمام، 1.1 سكند. يبقى الفريكونسي كام؟ 1 على 1.1 اللي هي almost 0.9. تمام، ده اللي بنسميه الناتشرال فريكونسي، ده الناتشرال بيريود. المهم، طب الرقم ده ظريف ولا وحش؟ الرقم ده متوسط، يعني كلما كان الرقم صغير 0.1 سكند 0.2 سكند الفورس بتاعت الزلزال هتبقى كبيره قوي. حلو، كلما البيريود زادت كلما بقى الفورس بتاعت الزلزال اكبر. ليه؟ لان في حاجه اسمها ريسبونس سبيكترم زي ما اتفقنا قبل كده. المهم، معامل اهميه المبنى، المنشا سكني، منشا عادي، ان معامل الاهميه بواحد. حلو طيب، الزلزال بتاعي النوع الاول ولا الثاني؟ انا على البحر المتوسط، يبقى النوع الثاني زي ما اتفقنا لانه مطل على البحر المتوسط، زي مين؟ زي اسكندريه مرسى مطروح بورسعيد. فهشتغل بده وده واخد الاس دي تي الاكبر منهم.
نوع التربه، الراجل بتاع الجي تكنيك قال لي سي، خلاص حلو، هخش في التيبل بتاع السي، يعني اجي هنا خليني اعمل خط حاجه كده عند ده، يبقى الاس بتاعتي بواحد ونص و0.1 و0.25 و1.2. حلو. طيب بالنسبه لتايب 2 لا، ارقام مختلفه، هاجي عند السي الاس ب 15، لو خدت بالك هنا كان واحد ونص، هنا ب 0.2، حلو، 0.6 و2. لو خدت بالك لو بصيت على القيم هتلاقي التايب 2 اعلى شويه في الازمنه، واقل شويه في الاس. حلو. هاخد الارقام ديت طبقا لكل تايب، هخش بيها في المعادلات بعد كده. ماشي. طيب بالنسبه لمعامل التخفيض زي ما اتفقنا، هو قال لك اطارات فراغيه مقاومه للزلازل، مش بس كده، ما قالش كده بس، ده قال لك كمان ممطوليه كافيه، دكتايل، اناف دكتايل. فالار بتاعتي بكام؟ بسبعه. جميل. الار بتاعتي بسبعه. المنطقة الزلزالية ايه؟ المنطقة الزلزالية المنطقة الثانية اللي هي بتاعت اسكندرية، فالمنطقة الثانية 0.125، لو كانت الثالثة كانت 0.15. ماشي. بس المنطقة الثالثة بعيدة شوية عن البحر المتوسط عادة. المهم، فأنا جبت الاي جي، فاضل بس إن أنا ايه؟ أجيب الاكسلريشن. بس خد بالك هنعمل اكسلريشن من احنا في زلزال تايب 2 هنعمل كل حاجة بتاعت تايب 1 مرة تانية. المهم هنخش بالفاكتورز بتاعت السويل اللي هي التي بي والاس وبرده هنا تي سي والتي دي وهكذا. انا جاني هنا التي بتاعتي تي 1 كانت بتساوي لا اله الا الله 1.1 سكند. حلو. انا مش فاكر الارقام دلوقتي. فهنبص التي 1 سكند دي ما بين التي بي والزيرو، ولا ما بين التي بي والتي سي، ولا ما بين التي سي والتي دي، ولا ما بين التي دي والاربعه سكندز. ومن كل واحده هاخد بقى الايكويشن، يعني لو طلعت واحده من الاربعه دولت هاخد الايكويشن بتاعتها واطبق فيها تعويض مباشر مره. بس خد بالك ممكن يكون الايكويشن مثلا بتاع التايب 1 اللي هو بتاع الزلزال بتاع مصر يطلع في ايكويشن مثلا ديت، والتايب 2 يطلع في ايكويشن ديت، مش شرط الاثنين يكونوا نفس الايكويشن. المهم خلينا مثلا فور تايب 1، انا ما بين التي سي اللي هو بربع سكند وما بين التي دي اللي هي بواحد واتنين من 10 سكند، يبقى الايكويشن بتاعتها هطبق فيها اي جي اللي هي العجلة الجاذبية 0.125 جي في الجاما اي اللي هو امبورتنت فاكتورز بواحد، الاس في حالة تايب 1 كانت بواحد ونص لو تفتكر، 2.5 على الار اللي هو بسبعة، التي سي بربع زي ما اتفقنا تبقى لتايب 1. خد بالك على التي 1 اللي هو 1 من 10 سكند تعويض مباشر هيطلع لي 0.12 جي. هو قال لي خد بالك ما ينفعش تقل عن 0.2 جي، فمش هينفع يبقى 0.1، فهياخد ال 0.2 الاي جي ده في الايكويشن. انا مش هعرف ارجع لورا للاسف، بس هوريها لكم بعد شويه. المهم ده بالنسبه لتايب 1 اتفقنا ان احنا الاكسلريشن 0.2 جي. تعال نشوف بالنسبه لتايب 2. تايب 2 برضو طلع ما بين التي سي وما بين التي دي، حلو، يبقى نفس الايكويشن بس مش شرط. تعويض مباشر، طلع تعويض مباشر طلع لي 0.224 الاي جي، خلاص يبقى هي الاكبر ما بين ال 224 اي جي وما بين ال 2 جي ال 0.2 جي، يبقى هو ده الايه اللي هنشتغل بيه. عادة التايب 2 الزلزال بتاعه بيبقى اكبر من التايب 1، عادة هو اللي بيطلع جوفرنج، لدرجة ان الناس كتير قوي بتهمل تايب 1 في اسكندرية تشتغل على طول على تايب 2. انا عن نفسي بحسب في الاثنين، بس ببقى عارف كل مرة ان تايب 2 هو اللي ايه، هو اللي هيطلع جوفرنج. المهم فانا جبت الاكسلريشن، حلو، فاضل اجيب الماس بتساوي الوزن المبنى على الجي. طب وزن المبنى بتساوي ايه؟ اكملي مبنى سكني الديد لود زائد ربع اللايف لود. اكملي مبنى سكني. طيب حلو. طيب الديد لود بكام؟ احنا بالنسبه للبلاطه 12 في ربع الاثنين، ده اللايف لود بتاعي. حلو. بس ده لكل متر مسطح، والمساحه بتاعتي 15 في 15 الفوت برنت، يعني مساحه البلان يعني. طب انا كام دور؟ 12 دور. طب والاعمده 10%، فهضرب في 1.1 طلع لي الويت توتال تقريبي. دي طبعا حسبه تقريبيه، طبعا بالنسبه للبرامج انا بخش في الايتابس نفسه بعرف كل الاحمال، الحوايط، الكفر،
اللايف لود، اي احمال مثلا احمال ميكانيكيه، احمال التكييف، احمال الكهرباء، اي حاجه. حلو. وبعد كده في الاخر بعمل الريسبونس، بخلي الموديل يران واشوف الديد لود كله كام واللايف لود كله كام. اخد الديد لود زائد ربع اللايف لود، جبت الويت اقسمه على الجي يطلع لي الماس، اضربه في الاكسلريشن. حلو. جميل جدا. طب معامل التصحيح، اتفقنا معامل التصحيح فقط لما يكون التي 1 اقل من 2 التي سي، وانا شغال دلوقتي على انهي زلزال؟ على زلزال التايب 2. الزلزال التايب 2 2 في 0.6، التي سي كانت 0.6، طلع لي 1.2، فانا اقل منه فعلا، اقل منه يعني حمل الزلزال كبير، اضربه ب 0.85، هعمل له معامل تخفيض او معامل تصحيح عشان ابقى ايه زي الكود المصري. طب لو كانت البيريد بتاعت المبنى عاليه، معنى كده الفورس قليله، هخفضها تاني؟ لا، ما تخفضهاش. تمام. فاضل ايه؟ فاضل تعويض مباشر. انا جبت ده بتاع تايب 2، واللامدا جبت 0.85، والويت جبته، والجي معروف ب 9.81، او ما عوضش فيه تعويض مباشر عشان ده هيكون احنا طلع لنا 0.225 الاي جي، والاي جي 0.125. الجي تعويض مباشر، كل حاجه جي بتروح مع الجي، يطلع لي قيمه الايه الفورس. فده 0.224 الاي جي، الاي جي 0.125 الجي، الجي تروح مع الجي تعويض مباشر، طلع لي ب 883.6 كيلو نيوتن. حلو. هو الويت لو تفتكر، خليني احسبها بالكالكوليتر، انا ما كنتش حاسبها. الويت كان 37 125، وده الفورس بتاعت الزلزال طلع 883.6 اوفر 37125%. الزلزال ده طلع في حدود 2.4%. الزلزال ده زلزال يعني اكمن المبنى ده الاكسلريشن بتاعته طلعت كبيره شويه، فالزلزال بتاعه ما بقاش كبير، طلع 2.5% تقريبا او 2.4%. الزلازل عاده في اسكندريه بتوصل الى، قد تصل الى 5%. امتى توصل ل 5%؟ لما يكون الريدكشن فاكتور بتاعه مش عالي، مش السبعه. زي ايه؟ لما يبقى شير وول يبقى 5. فتخيل كده، ده لو كان هو نفس المبنى بس في 7.5، عشان اشوف لو هو كان بشير وول هيطلع في حدود 3.5%. حلو. وخد بالك ان الار داخله برضو في المعادله بتاعت الاكسلريشن لو تفتكر، وكمان الناتشرال بيريود في حاله الشير وول بيبقى 0.05 مش 0.075، وبالتالي هتقل، فالفورس هتزيد. عشان كده كلما كنت ناحيه الشير وولز والكور هتلاقي نفسك رايح ناحيه ال5. لو كنت داكتايل فريم هتروح ناحيه الاثنين وحاجه. تمام. لو انت ليميتد داكتايل فريم هتلاقي نفسك ما بين ال3 و5%. وده عن تجربه يعني من الحسابات بتاعتي. وبكده يبقى انا خلصت ازاي تحسب احمال الزلازل على المباني. شكرا جزيلا لحضراتكم، واتمنى اكون فدتكم، وان شاء الله في محاضرات جايه. شكرا.